اهلا بكم طلاب تانية ثانوي في كل انحاء الجمهوريه، يا مساء الفل. اهلا بكم يا ابطال، سواء كنتوا طلاب علمي او طلاب ادبي. انتظرتوا كتير، بس كل تاخيره وفيها خيره. باذن الله النهارده ميعادنا مع مراجعه ماده التاريخ لطلاب تانية ثانوي علمي وادبي. عايز اقول لك ان المراجعه النهارده انا ملخص لك المنهج كله من اول كلمه لاخر كلمه. وصدقني صدقني صدقني لو انت ما تعرفش اي حاجه في الماده هتدعي لي بعد الفيديو ده، لان انا ما اكتفيتش ان انا لا ادي لك نواتج التعلم، ولا اكتفيت اني اشرح بس، ولا اكتفيت اني اوضح مناطق الاسئله. انا عملت الثلاثه، شرحت الماده كلها. تاني حاجه وانا بشرح ربطت نواتج التعلم. تالت حاجه ودي اهم، وضحت لك مناطق الاسئله. طب يا مستر الفيديو ده هيكون عباره عن ايه؟ زي ما قلت لك الفيديو ده عباره عن الثلاث حاجات دول: شرح ثم نواتج التعلم ومناطق الاسئله. لكن هينزل لك كمان يومين هينزل لك فيديو خاص بالانشطه وبالتدريبات. طب ليه مش مع بعض؟ اولا عشان ما يبقاش الفيديو كبير. تاني حاجه علشان ما ينفعش تدخل لفيديو الانشطه والتدريبات من غير يا جماعه ما تسمع الشرح، حتى لو بتذاكر طول السنه. خلي بالك الفيديو ده صدقني فارق، وصدقني انت هتشوف الفرق لما بعد ما تسمع الفيديو وتروح تحل. انا بس بحملك شويه امانات. اول حاجه ان لو انت مش عامل سبسكرايب على القناه ده هيضايقنا، يعني هنكونوا زعلانين، واحنا طالبين منك بس ايه الدعم، وطالبين منك عشان قوي اي حاجه تنزل يجي لك نوتيفيكيشن فتبقى متابع معانا، عشان ما تقعدش تسالنا كتير يا مستر الفيديو نزل والفيديو ما نزلش. 2 لازم تشير الفيديو مع اصحابك. 3 لازم دلوقتي توقف وتسيب لنا كلمه حلوه في الكومنتات من قلبك علشان يدعم التيم، لان هو بيقعد يقرا الكلام ده فاحنا بيدعمنا. فخلي بالك الحاجات دي مهمه قوي قوي. المذكره اللي بشرح منها هي مذكره مكتوبه كتابه عالميه، وهتلاقيها موجوده على تشانل الواتساب، واللينك بتاع الواتساب او الكيو ار هيظهر لك دلوقتي. ممكن سيادتك تدخل وهتلاقي كل حاجه موجوده. وخلي بال حضرتك اول ما هينزل الفيديو بتاع الانشطه والتدريبات هننزله برده على تشانل الواتساب، وهننزلوه على كذا حاجه على جروب التليجرام، بس اهم حاجه تشانل الواتساب. طيب خليني برضو انصح حضرتك انك لازم تكون عامل اكونت على المنصه عندنا. ولو انت مش عارف تعمل اكونت على المنصه هتلاقي في الديسكريبشن بتاع الفيديو او في البيند كومنت هتلاقي فورم كده، فورم للطلاب اللي مش عارفين يسجلوا. سجل انت فيه واحنا هنعمل لك الاكونت على المنصه. الميزه في ايه؟ احيانا بينزل حصص فور فري، بينزل امتحانات وعليها تكريم، فانت كل ده بيبقى على المنصه. عشان نبعت لك رساله لازم تكون ارقامك موجوده عندنا. لو انت كنت مسجل قبل كده على المنصه او مسجل في فورم قبل كده ما تسجلش تاني، خلاص احنا سجلنا عندنا ارقامك. لكن لو انت اول مره تسجل يبقى سجل في الفورم دي. مش طول عليك اكتر من كده، بفكرك بالامانه لازم تكون معانا على القناه، لازم تكون معانا على شانل واتساب، لازم تشارك الفيديو، لازم تسيب لنا كلمه حلوه في الكومنتات. قلمك بقى ويلا هنبدا مع بعض الثمان دروس بتوعنا. اول درس هنتكلم فيه عن الممالك والحضارات اللي في شبه الجزيره قبل ظهور الاسلام. يلا نبدا اول درس. تعالى بقى نبدا بملخص للدرس الاول، وخلي بالك ملخص مش هوقع لك ولا كلمه، عشان كده تحملني لو الفيديو كبير شويه. اول حاجه هنتكلم عليها الدرس اللي بيتكلم عن ممالك وحضارات شبه الجزيره قبل ظهور الاسلام. فانا هكلمك ايه الممالك اللي كانت موجوده. لازم تعرف كده حضرتك انا بتكلم ان كان عندي ممالك في الشمال، وكان عندي ممالك في الجنوب، ومدن في الغرب. من فضلك اول معلومه لازم تركز في فرق ما بين الممالك والمدن. الممالك كبيره لها ملك بيحكمها، نظامها السياسي شبه ملك، بينما المدن كانت مدن بدويه، النظام اللي فيها نظام قابل هناخده بالتفصيل. فتعالى اتكلم معاك اول حاجه عن الممالك اللي في الجنوب. زي ما انت شايف كده في الورق المترتب ده عندي 3 ممالك: المملكه الاولى معين، والثانيه مملكه سبأ، والثالثه اسمها حمير. فتعالى كده نبدا مع بعض. اول مملكه عندنا اهي، اول مملكه عندنا يا سيدي. وبقول لك ان انا مش مسامحك لو ما دعتليش في الكومنتات وشاركت الفيديو، مش مسامحك، لان احنا هنعمل تلخيص عالمي للملك. ركز، اي حاجه بقولها نواتج التعلم مهمه. اول مملكه عندنا مملكه معين. لازم تعرف ان مملكه معين دي كانت موجوده في منطقه الجوف في اليمن. ما هي ممالك الجنوب دي اسمها ممالك اليمن، ها خلي بالك. بالمناسبه يعني مش في الكتاب بس ربما يسالك فيها، اسمها بلاد اليمن السعيد. بلاد اليمن السعيده لان كان فيها زراعه، وكان فيها تجاره، وكان فيها اسطول بحري تجاري. خد بالك ممالك اليمن دي كانت جامده جدا. اول مملكه معين، وكانت العاصمه بتاعتها قرناو. تاني حاجه مملكه سبأ، ودي اهم واحده عندنا. ومملكه سبأ دي موجوده في منطقه جنوب غرب اليمن، وكانت العاصمه بتاعتها مدينه اسمها مدينه مأرب. واشهر حاجه كانت عندنا هنا، كان عندنا سد اسمه سد مأرب، وسد مأرب ده للاسف انهار. ولما انهار القبائل اللي كانت عايشين في المملكه تفرقت، وهتعرف ان هم منهم اللي طلع في الشمال كون ممالك زي الحيره والغساسنه، منهم اللي نزل في اماكن تانية. يبقى لازم تعرف ان انا بتكلم اهم حاجه عندي سد اسمه سد مأرب.
ولازم تعرف ان الملكه بتاعتهم مشهوره جدا كانت الملكه بلقيس. يبقى اوضح نقطه، هنا كانت في كارثه اقتصاديه ادت الى كارثه اجتماعيه اللي هي الهجره. يبقى خد بالك، كارثه اقتصاديه ان حصل انهيار لسد مأرب، ادى لكارثه اجتماعيه تفرق الشعوب كلها. طيب مستر هتكلمني عن التالت مملكه، مملكه حمير دي كانت بين سبأ وبين بحر القلزم اللي هو البحر الاحمر، وكانت العاصمه ريدان او زفار. هي نفس واحده بس بنقولها بلفظين. طيب مستر هتكلمني عن ايه؟ تعالى انتقل معاك للمدن اللي في الغرب، ولازم تعرف ان الثلاث ممالك اللي فوق اكتب كده كان نظام اسمه شبه ملكي. شبه ملكي يا حبايب قلبي يعني اللي بيحكم ملك. هتعرف ليه كلمه شبه؟ لان في ناس بتساعده يعني. طيب بينما مدن الغرب اسمها مدن لان دي كانت مدن بدويه، بدو، وطالما بدو يبقى انا بتكلم مع حضرتك ان اللي بيحكم هنا شيخ اسمه شيخ القبيله، نظام بدوي. طيب الثلاث مدن اللي عندنا مكه ويثرب والطائف. واول ما اقول لك مكه افتكر دايما ان مكه ليها مكانه اقتصاديه وليها مكانه دينيه. مكانه دينيه بسبب وجود الكعبه الشريفه، ولازم تعرف ان الكعبه كانت ليها مكانه دينيه عظيمه لان كان بيجي لها القبائل من كل حته ويطوفوا حواليها حتى لما كان فيها اصنام. يبقى خد بالك مكه ليها مكانه دينيه بسبب وجود الكعبه المشرفه. تاني حاجه مكه ليها مكانه اقتصاديه، موقعها التجاري. بصوا يا جماعه، مكه هنا فوق الشام تحت اليمن، اي حد نازل من الشام عشان يوصل لليمن يعدي على مكه، فكانت هي في وسط القبائل. اي حد طالع من اليمن طالع للشام لازم يعدي على مكه وعلى يثرب نفس الكلام. يبقى خد بالك موقعها موقع متميز لانها تتوسط القبائل. ممكن نكتب كده ترانزيت تجاري، ممكن تيجي لك في الاسئله. وكانت بتنظم الرحلات التجاريه، رحلتي الشتاء والصيف، رحلتين رحلات تجاريه دي الشتاء والصيف. لازم تعرف ان كان فيها اسواق زي سوق مجنه، دي اسواق تجاريه. زي سوق المجاز، حضرة المجاز، دي اسواق تجاريه. يبقى خد بالك مكه ليها مكانه مزدوجه، لها مكانه دينيه ولها مكانه اقتصاديه. ثم بعد كده هكلمك عن يثرب. ويثرب هي المدينة المنورة. ويثرب يا جماعة نفس الكلام، ليها مكانة اقتصادية بسبب برضو موقعها. يبقى اكتب كده موقعها. بس يثرب ليها ميزة انها تعد واحة زراعية. واحة زراعية يعني فيها زراعة. يبقى خد بالك، اوضح بقى نقطة. مكة نشاطها الاساسي تجاري، بينما يثرب هتعرف ان نشاطها الاساسي زراعي. اقول معلومة سابقة اوانها. عشان كده لما هتحصل هجرة للرسول الكريم مع الصحابة من مكة إلى يثرب هيواجهوا صعوبات. هم جايين بخبرة تجارية، رايحين على بلد خبرتها خبرة زراعية. عشان كده الرسول هيعمل حاجة اسمها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. يلا يا ناس، يا بتوع الأنصار يا بتوع يثرب، ساعدوا اخواتكم المهاجرين. انتوا بتزرعوا ادوا لاخواتكم ياكلوا، انتوا معاكم فلوس وبتشتغلوا ادوا لاخواتكم اللي سايبين مكة. فركز كده معايا، لازم تعرف ان مكة خبرتها اكتب كده خبرة تجارية، بينما يثرب خبرتها في الأساس زراعية. وبرضو يثرب هي مدينة تجارية بسبب موقعها بين القوافل. آخر حاجة عندنا الطائف. لازم تعرف ان الطائف دي تعد مكان للاستثمار. يعني اولا الطائف دي على موقع على سطح مرتفع، اهو على سطح مرتفع، واشتهرت بالزراعة. يعني عايز اقول لحضرتك على حاجة مناخها معتدل. افهمك، الناس الأغنياء بتوع مكة كانوا يروحوا يستثمروا فلوسهم في الطائف، يجيبوا هناك حاجة اسمها حقول ومزارع للعنب يستفيدوا منها. طبعا انت عارف ان العنب كان ليه وظيفه كبيره، ان كان بيصنع منه الخمر، النبيت. فلازم تعرف حضرتك ان مكه ويثرب والطائف كانوا 3 مدن في الغرب، ودولت مدن بدويه. طيب تعالى اتكلم معاك بعد كده عن الممالك اللي في الشمال. مستر هو مين اللي في الشمال فوق؟ بص في الشمال فوق في خريطه شبه الجزيره العربيه هتلاقي فوق عندك مملكتين، مملكه اسمها مملكه الحيره ومملكه اسمها مملكه الغساسنه. وهتلاقي جنبهم برضو مملكتين، مملكة الروم وهتلاقي مملكة الفرس. مبدئيا لازم تعرف ان المملكتين دول بيجي فيهم سؤال دايما، مملكة الحيرة ومملكة الغساسنة. ممكن يا مستر نادر تقول لي المملكتين دولت كل حاجة عنهم؟ هقول لك بالتفصيل، هقول لك التشابه وهقول لك الاختلاف. اول حاجة هقولها لك، مملكة الغساسنة، مملكة الغساسنة دي كانت بتتبع للروم. يعني مملكة الغساسنة كانت تحت قيادة الروم. تاني، مملكة الغساسنة كانت متسيطر عليها من الروم، كانت تابعة للروم. عايزك تعرف ان مملكة الغساسنة
اصلها قبائل هاجرت من اليمن. مش انا قلت لكم ان تحت في انهيار لسد مأرب فالقبائل تفرقت؟ من القبائل اللي تفرقت قبائل اسمها قبائل الازد، وقبائل الازد من اليمن راحت في مملكه الغساسنه. تاني حاجه عايزك تعرفها ان ليها عواصم كتير زي الجابيه بالجولان. انا اهم حاجه تعرفها ان الملك بتاع اسمه جبله ابن الايهم، وجبله ابن الايهم ده هتعرف انه هيساعد الروم ضد المسلمين، كان خاين. لو جيت سألتني ليه سقطت مملكة الغساسنة، لأنها ضعفت وبسبب مساندتها للروم في موقعة اليرموك. هتعرف قدام شوية إن موقعة اليرموك اللي كان القائد بتاعها خالد بن الوليد، جبل بن الأيهم ساعد الروم بدل ما يساعد المسلمين، فتم القضاء على دولته. لازم تعرف إن انتشرت فيها الديانة المسيحية. يبقى خد بال حضرتك، ده كل ما يخص مملكة الغساسنة. أقول معلومة مهمة، مملكة الغساسنة كانت فاقدة للقرار السياسي. يعني ايه؟ قرارها مش في ايديها، مملكة مش مستقلة. احنا يا باشا كمصريين قرارنا في ايدينا، رئيسنا بياخد القرار منفرد. ليه؟ لان احنا مش خاضعين لحد. اما مملكة الغساسنة اكتب كده، كانت تابعة سياسيا وفاقدة للقرار السياسي لانها كانت تحت سيطرة الروم. طيب تعال نتكلم عن المملكة التانية اسمها مملكة الحيرة. ومملكة الحيرة دي في العراق، صح؟ يبقى لازم تعرف ان برضو اصلها قبائل هاجرت من اليمن. ايه ده مستر؟ يعني هما الاثنين قبائل هاجرت من اليمن؟ يبقى ده اشتراك بينهم. تاني حاجه العاصمه بتاعتها الحيره. تالت حاجه اشهر ملوكها النعمان بن المنذر، وهتعرف ان كان في دير معمول هناك اسمه دير هند بنت النعمان. دير يعني هم اغلبهم مسيحيين، انتشرت فيها الديانه المسيحيه. ولازم تعرف ان مملكه الحيره كانت تحت سيطره الفرس، يعني برضو كانت فاقده للقرار السياسي بتاعها. يبقى اوضح نقطه مهمه جدا، اكتب بقى كده. ايه التشابهات اللي بين ايه التشابهات اللي بين الحيرة والغساسنة؟ 1 الاشتراك في الاصل العرقي. 2 الاشتراك في الديانة. 3 الاشتراك في فقدانهم للقرار السياسي. طب ايه الاختلاف اللي بينهم؟ الاختلاف في التبعية السياسية. دي كانت تابعة لمملكة الروم، ودي كانت تابعة لمملكة الفرس او اسمها المملكة الساسانية. وخلي بالك الاثنين كانوا اعداء، الاثنين كانوا اعداء. طيب ده كده بالنسبه لخريطه شبه الجزيره العربيه. خدنا كمان نواتج التعلم اللي احنا بنقولها لازم تتكتب. طب يا مستر هتكلمني عن ايه؟ تعالى اتكلم مع حضرتك بعد كده عن النظام اللي كان موجود في شبه الجزيره. هنتكلم عن النظام السياسي والنظام الديني والنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي، كل حاجه. فتعالى كده نبدا. اول حاجه عندنا اهو بالنظام السياسي في شبه الجزيره العربيه قبل ظهور الاسلام. اول حاجه عايزك تعرفها ان كانت في نظامين في الغرب، في المدن، في البدو كان اسمه نظام قبلي، بينما في الممالك كان اسمه نظام شبه ملكي. مستر بسرعه كده، النظام القبلي يا جماعه يعني اللي بيحكم شيخ القبيله، وكان معاه مجلس اسمه مجلس القبيله بيساعده. طبعا مستر ممكن تقول لي شيخ القبيله بيعمل ايه؟ بيعمل كل حاجه. اولا لازم تعرف ان شيخ القبيله حضرتك كان هو قائد بيقود القبيله في الحروب، كان هو اللي بيعمل المعاهدات. الحاجه الوحيده اللي ما كانتش في ايد شيخ القبيله القياده الدينيه. اكتب كده، ما كانتش في ايد القياده الدينيه. طبعا مستر هي العلاقه بين القبائل كانت حلوه؟ لا، كانت شويه حلوه وشويه وحشه. طب ممكن تقول لي مستر كانوا بيتحاربوا ليه؟ لازم تعرف كانوا بيتحاربوا على الميه او على المراعي او عشان الاخذ بالثار. الميه والمراعي اكتب كده اسباب اقتصاديه، الاخذ بالثار اسباب اجتماعيه. ولازم تعرف ان هم احيانا كان في منهم سلام، عملوا حلف اسمه حلف الفضول. وهتعرف ان الرسول الكريم حضر حلف الفضول ده، وحلف الفضول ده اتفقت فيه القبائل على نصرة المظلوم ضد الظالم. يبقى استنى، العلاقة لم تسر على وتيرة واحدة، شوية حرب وشوية سلام، إذا ما كانتش مستقرة. طب الحرب بسبب إيه؟ حاربوا بعض على المية والمراعي. طبعا المية إن شبه الجزيرة صحراء، فالمية هناك عزيزة، المية غالية جدا هناك. أو حرب بسبب الأخذ بالثأر، ودي أسباب اجتماعية. طيب مستر هتكلمني عن إيه؟ تعالى أتكلم مع حضراتكم عن النظام الشبه ملكي. ليه اسمه شبه ملكي؟ أولا هو كان في الممالك، ممالك في الشمال وممالك في الجنوب. ليه شبه ملكي؟ ما كانش الملك لوحده اللي بيحكم. بص اهو، كان عندي العناصر ده. اول حاجه الملك، بس كان بيساعده كبار الموظفين، وكان بيساعده حكام الاقاليم، وكان في المجلس العام. وعلى فكره المجلس العام احيانا بيبقى فيه كهنه، يبقى فيه عنصر ديني، وكان فيه الجيش لحمايه الدوله. طب اوضح نقطه، هو حكام الاقاليم يا مستر بيحكموا بيحكم الاقليم نيابه عن الملك. يعني الملك هو القائد، عارف زي المحافظ والرئيس، يعني الرئيس هو القائد بس المحافظ بيحكم نيابه عن الملك. يبقى ده اسمها حكومه لا مركزيه. وكان في تفويض، يعني كان يقدر ياخد شويه قرارات
بالتفويض من الملك. يبقى ركز، لما يقول لك حكومة مركزية يبقى الملك، حكومة لا مركزية حكام الأقاليم. أما يكلمك عن التفويض يبقى أنا بتكلم برضو عن حكام الأقاليم. طب يا مستر هتكلمني عن إيه؟ تعال ننتقل ونتكلم عن الحياة الدينية. الحياة الدينية في شبه الجزيرة قبل ظهور الإسلام. أولا لازم تعرف كده، اكتب ملحوظة، كان في تشتت ديني، وكان في عدم استقرار، وكان في انتشار للعبادات كتير جدا، ما كانش في حاجة واحدة مستقرة. ولازم تعرف كان في نوعين، كان في عبادات وضعية وكان في ديانات أو شرائع دينية سماوية. يعني من العبادات الوضعية اللي كانت موجودة كان عندي الوثنية. والوثنية يا جماعة عبادة الأوثان، كان كل قبيلة لها الصنم بتاعها، زي هبل، زي اللات، زي العزى، زي منات. دي اسمها العبادة الوثنية، ودي كانت أكتر واحدة منتشرة. تاني حاجة الصابئة، ودي كانت موجودة في الرقة وحران واليمن. وعلى فكرة الصابئة هي عبادة الكواكب والنجوم. آخر حاجة المجوسية، وهي عبادة النار، ودي جت لنا عن طريق الفرس، إن برضه كانوا بيؤمنوا بإلهين ثنائية الخير والشر. أوضح نقطة، الصابئة مستر بتقول لي عبادة الكواكب والنجوم، اكتب ده جانب سلبي لعلم الفلك. هتعرف قدام ان كمان علم الفلك له جانب ايجابي، ما هو ده هنا الجانب السلبي. طيب اكلمك شويه عن الديانات السماويه، الشرائع السماويه اللي كانت موجوده. اول حاجه عندي الحنيفيه اللي هي ديانه سيدنا ابراهيم، كانت في مكه. واليهوديه كانت موجوده في خيبر وفي يثرب وفي حمير. والمسيحيه كانت موجوده قلنا في الغساسنه وفي الحيره وفي اجزاء من اليمن. اوضح معلومه، شايف اليهوديه موجوده في يثرب صح؟ ده هيساعد على قبول الاسلام. اليهوديه في يثرب هيساعد على قبول الاسلام. اهل يثرب كان عندهم يهود صح؟ فهم سمعوا من اليهود عن الانبياء، فلما يجي لهم النبي محمد ويقول لهم انا نبي، هم سمعوا قبل كده عن النبوه. يبقى ممكن نكتب الملحوظه دي، وجود اليهوديه في يثرب سهل دخول الاسلام، سهل قبولهم للاسلام. يا جماعه دي نقطه مهمه وفنيه لازم تكتبها. ده كده بالنسبة للحياة الدينية. تعال ننتقل بعد كده لباقي الأجزاء، نتكلم عن الحياة الاقتصادية، بس بفكرك تدعي لي في الكومنتات ما تبقاش بخيل ونشارك الفيديو. يلا بينا ننتقل للحياة الاقتصادية. تعال بقى نكمل ونتكلم عن الحياة الاقتصادية في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. قبل ما نكمل أنا محملك أمانة، الفيديو يتشير مع كل الناس. تاني حاجة تكتب لي دعوة حلوة في الكومنتات، ما تبقاش بخيل، مش مسامحك لو ما عملتش كده، انت حر بقى. تعال نتكلم عن الحياة الاقتصادية في شبه الجزيرة قبل الإسلام. مستر اقتصاد، زراعة، صناعة، تجارة، بس هتضيف لي هنا الراعي. ليه يا مستر؟ لأن احنا يا جماعة في بدو، في بلاد كلها صحاري. طيب تعالى كده بسرعة أكلمك أول حاجة على الراعي. ولازم تعرف إن الراعي هو الحرفة الأساسية، لأن احنا في منطقة صحراوية. من فضلك اكتب كده عند الراعي السبب اللي خلاه هو الرئيسي هي شبه الجزيرة كانت منطقة صحراوية، إذا هنا سبب جغرافي. طيب تاني حاجة هتكلم معاك فيها الزراعة. الزراعة مستر كانت موجودة كانت موجودة بس قليل. يعني كانت موجودة في بلاد الشام، كانت موجودة في بلاد العراق عشان في دجلة والفرات، كانت موجودة في بلاد اليمن ودي مهمة جدا، كانت موجودة في يثرب اللي هي المدينة بسبب وجود مياه الآبار. يبقى ركز. تاني حاجة عايزك تعرف ان الأساس بتاعها كان فيه تربة كويسة في بعض المناطق، وكانت فيه مياه الآبار والعيون. ما تنساش برضو ان هم عملوا مشروعات زي الترع والقنوات والسدود. انا يهمني تعرف ان الزراعه ما كانتش منتشره بشكل كبير. طيب تعال نتكلم بقى عن الصناعه. والصناعه لازم تعرف انها كانت قليله في شبه الجزيره. ليه؟ ما كانتش فيه موارد كتير. يبقى الصناعه قليله وشحيحه بسبب قله الموارد الطبيعيه. اقول معلومه مش في الكتاب، اكتب كده، ده عكس الحضاره المصريه. المصريين احنا كان عندنا صناعه رهيبه بسبب وجود الموارد. ثم بعد كده عندي التجارة، ولازم تعرف ان التجارة كانت موجودة بشكل كبير. ليه؟ اولا موقع شبه الجزيرة هو موقع متوسط. تاني حاجة الناس في شبه الجزيرة عملوا طرق عشان يعرفوا يعملوا للقوافل حركة تجارية. يبقى بص، اول حاجة عملوا طرق ممهدة. تاني حاجة ودي مهم، معرفتهم للافلاك والكواكب. يعني ايه الافلاك والكواكب؟ كانوا بيعرفوا يهتدوا في الصحاري، بيمشوا عن طريق الكواكب والنجوم. يبقى خد بالك اكتب كده، ده جانب ايجابي لعلم الفلك. ما في جانب سلبي لعلم الفلك لما عبدوا الكواكب، يبقى ده جانب ايجابي. يبقى الفلك سلاح ذو حدين. اكتب من فضلك الكلام ده. بتكلم معاك ان الموقع بتاع شبه الجزيره متوسط. لازم تعرف ان كان في اسطول في اليمن. يا جماعه اليمن كان فيها اسطول تجاري، اسطول بحري. خد بالك كان اسمها بلاد اليمن السعيده. كانت فيها زراعه بسبب سد مأرب، كانت فيها تربه خصبه، كانت فيها تجاره، كان فيها اسطول. وكمان كانت مكة لازم تعرف انها
كانت تتوسط كل القوافل التجاريه. اي حد نازل من الشام نازل تحت لليمن لازم يعدي على مكه، اي حد طالع من اليمن لحد الشام لازم يعدي على مكه. يبقى خد بالك مكه كان ليها شهره موقعه. تاني حاجه كانت فيها اسواق تجاريه كتير. برضه لازم تعرف ان احنا استخدمنا العمله، واستخدام العمله كان تاثرا بالممالك اللي فوق في الشمال اللي هي مملكه الحيره ومملكه الفرس ومملكه الروم. يبقى خد بالك دي كلها اسباب نهضه التجاره. يبقى الزراعه كانت قليله والصناعه كانت قليله، الرعي كان رقم واحد والتجاره كانت رقم اتنين. طب يا مستر هتكلمني عن ايه؟ تعال اتكلم معاك بسرعه كده عن الحياه الثقافيه والفكريه في شبه الجزيره. لازم تعرف رقم واحد الادب، الشعر والخطابه. وسبحان الله الشعر كان بيتعمل في الاسواق التجاريه. مستر سمعني كده، اسواق ايه؟ اسواق تجاريه. اذا يا جماعه ممكن نكتب كده ان السوق كان له وظيفه مزدوجه، وظيفه تجاريه ووظيفه ثقافيه، بيتم فيه المبادرات الشعريه، يتم فيه الخطابات الخطب. يبقى اول حاجه اهو الادب كان بيتم في الاسواق، يبقى تجاريه وادبيه. بعرف حضرتك برضو العلوم، كان في التداوي بالاعشاب. يعني كان عندي الحارس ابن كلده الثقفي، ولازم تعرف ده كان طبيب بيعالج بالاعشاب. كانوا شاطرين في علوم الفلك، كانوا بيعرفوا الانواء، علم الانواء. مستر هو يعني ايه الانواء؟ اعرف النواه يا جماعه. النواه امتى؟ عشان اعرف اطلع بالتجاره ولا ما اطلعش. ما لو في نواه بلاش نطلع. معرفه الكواكب والنجوم، علم الفلك. بناء السدود والقلاع وشق الطرق، كل ده بيدل على براعتهم في العماره وفي الهندسه. بفكر حضرتك برضو فيما يخص الفن، كانوا شاطرين في النحت، وده كان تأثرا بالحضارات المجاورة. أنا قصدي مين يا مستر حضارات مجاورة؟ حضارة الفرس والروم. لازم تعرف بنينا القلاع والحصون، بنينا الأديرة والمعابد. وطبعا الأديرة والمعابد دي كانت موجودة في الشام وكانت موجودة في العراق زي دير هند بنت النعمان. القصور كانت موجودة للملوك والأمراء. استنى، طب طالما القصور للملوك والأمراء يبقى ما كانتش موجودة في الحجاز، كانت موجودة في اليمن، كانت موجودة في الشام، كانت موجودة في العراق. ما هم دول اللي فيهم ممالك. يعني ما كانتش في الحجاز. الحجاز ما كانش فيها قصور وممالك. ما تنساش ان الحجاز كانت كلها بدو، والبدو بيعيشوا في الخيم ما بيعيشوش في القصور. طيب تعالى اكلمك مثلا عن الحياه الاجتماعيه. زي ما انت شايف كده في الورق مرتبينه لك ترتيب عالمي. والله الورق ده اجدع من اي، حتى اجدع من مذاكرتي الشخصيه، مترتب قدام عينك. طيب مستر هتكلمني عن ايه في الحياه الاجتماعيه؟ المجتمع كان عباره عن طبقات يا جماعه. يعني مثلا لازم تعرف ان المجتمع كان 3 طبقات، الطبقه اللي فوق ثم الطبقه اللي في النص ثم اخر طبقه، ودي اللي كانت بتعاني كل المعاناه، العبيد. لازم تعرف ان الناس التعبانه جدا جدا جدا، الناس المديونين اللي رايحين في داهيه. يبقى 3 طبقات عندنا. طبعا اعلى طبقه التجار، اعلى طبقه التجار الكبار، لكن التجار النص نص في الطبقه الوسطى. طيب بقول لك برضو الطبقات دي كانت بتختلف حسب المستوى الاقتصادي، غني ولا فقير، حسب المكانه الاجتماعيه، سيد ولا حر، حسب الاصل العرقي، يعني عربي ولا مش عربي. طبعا في اختلاف في نمط الحياه. لازم تعرف مثلا الناس البدو بيعيشوا مثلا في الخيام، الناس اللي في الممالك كان بيعيشوا مستر في القصور. لازم تعرف ان البدو مثلا كانوا بياكلوا اكل مختلف تماما عن الممالك. اللبس نفسه يا جماعه مستر، ما طبيعي ان الطبقات بتختلف في كل حاجه. طيب يهمني برضو تعرف ان العادات والتقاليد كانت متناقضه، كانت في عادات ايجابيه وكانت في عادات سلبيه. يبقى اكتب كلمه متناقضه، يعني كان في ايجابيات وكان في سلبيات. يعني كان في عادات ايجابيه زي الشهامه وزي الكرم، وعادات سلبيه زي وأد البنات، زي انتشار التنجيم، زي يا جماعه انتشار السحر، زي شرب الخمر. ما تنساش برضو ان بعض العادات السلبيه ارتبطت بالعباده الدينيه الخاطئه، زي التنجيم ارتبط بعلوم الفلك، زي عباده الفلك، زي عباده الكواكب، ده ارتبط بالتنجيم. بفكر سيادتك برضو ان المرأة العربية كان ليها بعض الحقوق، ما كانتش واخدة كل الحقوق بس كان ليها بعض الحقوق. يعني مثلا لازم تعرف كانت هي المسؤولة عن المنزل، كانت بتشارك في بعض المعارك، كانت بتحث على القتال، تشجع الناس على القتال. كانت بعضهم له مكانة متميزة زي السيدة خديجة مثلا. السيدة خديجة كانت بتعمل في التجارة، زي بلقيس وزنوبيا كانوا ملوك. يبقى خد بالك، بص الكتاب مش باينة بس اوضحها لك. لو جه سألك في الامتحان وقال لك المكانة للمرأة في الحضر وفي البدو، بص في البدو والحضر الفرق ايه؟ بص يا سيدي اهو،
الفرق ان في الحضر والممالك كانت مكانتها مكانة سياسية، كانت بتبقى ملكة زي بلقيس وزنوبيا، بينما في البدو كانت مكانة تجارية زي السيدة خديجة. ده كده بالنسبة يا سيدي للحياة الاجتماعية. يبقى ده كده الدرس بتاعنا رقم 1 اللي هو بيتكلم عن حضارات وممالك شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. أنا مش مسامحك لو ما دعتليش في الكومنتات، ومش مسامحك لو ما شفتش الفيديو للآخر، واوعى إيدك وما تسرعش الفيديو بعد إذنك. يلا بينا ندخل على الدرس الثاني اللي بيتكلم عن ظهور الإسلام. تعال بقى نتكلم على الدرس الثاني بعد ما اتكلمنا على الدرس الأول اللي هو ممالك وحضارات شبه الجزيرة قبل الإسلام. تعال نتكلم عن ملامح من حياة النبي الكريم. ومبدئيا كده مش هينفع نتكلم عن الإسلام إلا لما نتكلم عن النبي ونتكلم عن ملامح من حياته بسرعة كده علشان نفهم نواتج التعلم. من فضلك ما تكتفيش بالورق ده، ورق موجود على تشانل الواتساب زي ما انا قلت في المقدمة، بس لازم تكتب معايا ملاحظات دي. أول حاجة هتكلم معاك فيها عن ميلاد النبي ونسبه. لازم تعرف ان النبي يا جماعة ولد في القرن السادس الميلادي عام 570 الذي سمي بعام الفيل. مبدئيا كده لازم تعرف ان العرب زمان ما كانش عندهم تاريخ، كان عندهم كل سنة بتتسمى باسم الحدث. يعني مثلا عام الفيل لان ابراهيم الحبشي حاول هدم الكعبة بجيش من الفئرة. في عام مثلا يتسمى عام الحزن، عام تاني عام الرخاء، عام المطر. يبقى لازم تعرف ان كل عام كان بيتسمى باسم. يبقى ما كانش فيه تقويم هنا. طيب اهو ما كانش فيه تقويم هجري. يبقى اهو لازم تعرف ان الرسول ولد في عام الفيل، ولازم تعرف ان الرسول من اعز الناس نسبا وصهرا. كان نسب الرسول نسب شريف ونسب عزيز من كبار القبيله. العيله بتاعت الرسول كانت عيله كبيره جدا. تاني حاجه عايز اتكلم مع حضرتك عن طفوله النبي. لازم تعرف النبي ولد يتيم الاب. لازم تعرف برضو ان النبي توفت والدته في سن مبكر، فعانى من اليتم من الاب والام في سن مبكر جدا. لازم تعرف برضو انه ما رضاش انه يكون عبء على عمه رباه، فما رضاش ان هو يكون عبء عليه. فالنبي الكريم خرج للعمل في الرعي. واول حاجه عايزين نتكلم فيها ان العمل في الرعي اكسب النبي الكريم بعض الصفات الحميده زي لين الطباع، زي الرأفه، زي الرحمه. لان انت هنا بتتعامل مع حيوان، والحيوان ليس له عقل، فانت لازم تكون رحيم بيه. لازم برضو تعرف ان النبي في شبابه عمل بالتجاره، والعمل في التجاره هنا مهم جدا لانه اكسب النبي الكريم القدره على التعامل مع الناس. يبقى لما اكلمك عن العمل بالتجاره ما تنساش ان النبي هنا هياخد من التجاره اهو القدره على المعامله مع الناس. يعني هتكسب النبي صفات اجتماعيه. اكتر حاجه تبين لك معادن البشر الفلوس. الناس كلها كويسه لحد ما تيجي تكلمها في الفلوس، لحد ما تديله الحاجه هو دي كل حاجه كويس الا الحته ديت. ممكن يسرقك، ممكن ينهبك، ممكن يتكلم معاك بشكل مش طبيعي. يبقى خد بالك انا بتكلم عن شباب النبي. وصف كمان بالصادق الامين وتزوج من السيده خديجه. هتعرف ان النبي عمله في التجاره قدام هيفيدنا في حاجات كتير جدا. طيب بتكلم مع سيادتك برضو ان النبي كان بيتعبد لحد عام 40، لحد العام 40 في غار اسمه غار حراء، ولم يسجد للاصنام. كان بيتعبد في غار حراء لله. طب يا مستر هو النبي كانت ديانته ايه قبل الاسلام؟ النبي كان على الحنيفيه، ديانه سيدنا ابراهيم، خدناها بالتفصيل في الدرس الاول. يبقى لازم تعرف كده اهو ان النبي رفض عباده الاصنام ونزل عليه الوحي في سن ال40. وما تنساش ان موقف السيده خديجه كان موقف مشرف للزوجه. النبي راح للسيده خديجه بعد ما نزل عليها الوحي، راح خايف، انسان عادي، الانسان الطبيعي بيخاف. السيده خديجه اخذت النبي الى ابن عمها ورقه بن نوفل. ورقه بن نوفل كان من علماء الانجيل. يعني السيده خديجه ما خدتش النبي لحد بتاع سحر ولا حد بتاع تنجيم. يبقى خد بالك موقف السيده خديجه ذهبت الى اهل العلم. يبقى خد بالك ده موقف مشرف جدا بيدل على العلم وبيدل على الحكمه عند السيده خديجه. برضو بفكر سيادتك ان النبي في الدعوة للإسلام مرت بمرحلتين. الدعوة الأولى سرية والدعوة الثانية علنية. والدعوة السرية هي الدعوة السرية استمرت 3 سنوات. ال3 سنوات الأولى في الدعوة السرية أهي كان النبي بيعلم أصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. يبقى خد بال حضرتك دار الأرقم ابن أبي الأرقم دي أول مدرسة للإسلام. والدعوة السرية وصل فيها عدد المسلمين ل60. معلومة لحضرتك اغلب اللي اسلموا كان من الوجهاء والساده. يبقى ده دليل على صدق نواياهم. ليه يا مستر نادر صدق نواياهم؟ حبيبي الوجهاء والساده ما كانوش محتاجين يغيروا ديانتهم، دول هيتعرضوا للايذاء،
ما هم لو كانوا عايزين مكانه هم اصلا عندهم مكانه. يبقى خد بالك اغلب الوجهاء والساده اللي اسلموا ده دليل على صدق النوايا. لازم تعرف برضو ان بعد كده الدعوه اصبحت علنيه، يبقى الجهر بالدعوه. بص، بعد ده 3 سنوات سرا اهو، بعد كده استمرت الدعوه 10 سنوات جهرا. اقول معلومه، سواء في الدعوه السريه او الدعوه العلنيه الرسول بدأ بالاقربين. الاقربون اولى بالمعروف، الاقربون اولى بالدعوه. لازم تعرف ان ربنا امره بالجهر فبدأ يدعو جهارا بالدين وبدأ بالاقربين. ولازم تعرف ان الرسول كان بيدعو دعوة الاسلام في اي تجمع، في الاسواق، في الاندية، تجمعات الناس والمواسم والمحافل. طب يا مستر لو سمحت حضرتك هتكلمني عن ايه تاني؟ تعالى برضو اتكلم معاك عن ان الرسول لما لقى ان قبيلة قريش رافضة الاسلام وبدأوا في الايذاء للرسول وللمسلمين، بدأ الرسول يبحث عن اماكن اخرى. هتعرف ان الرسول راح للطائف والطائف رفضته. الرسول بعد كده هيروح الى اهل يثرب اللي هم المدينة، وهناك هتتم الدعوة الاسلامية. يبقى لازم تعرف كده ان الرسول هاجر الى الطائف، بس هم اذوا الرسول حتى ادمت قدماه، رموه بالطوب لحد ما رجليه اتعورت. ثم بعد كده هاجر الى يثرب، وهناك قامت الدولة الاسلامية. طيب ممكن يا مستر تكلمني عن سمات من شخصية النبي؟ لازم تعرف ان في مواقف كتير تجلت فيها الصفات الحميدة للنبي الكريم. زي اول حاجة القدرة على حل المشكلات، واظن كلكم عارفين الموقف بتاع الحجر الاسود. يبقى اي مرة يكلمك عن موقف الحجر الاسود هتقول لي القدرة على التصرف، القدرة على حل المشكلات، بيدل على الحكمة، بيدل على حسن التصرف. طيب تاني حاجة ان الرسول كان بيتعبد في غار حراء، يبقى انا بتكلم هنا عن التأمل والتفكير. ما تنساش برضو ان الرسول كان بيناصر المظلوم، ومناصرة المظلوم يا جماعة ده بيتناسب مع حلف الفضول. مش انا قلت لك ان حلف الفضول كان بيتوافق فيه ان القبائل كلها تنصر المظلوم ضد الظالم؟ يبقى دي صفات النبي. برضو اوعى تنسى ان واحنا بنتكلم عن الهجرة ان النبي ما هاجرش للحبشة. اللي هاجروا للحبشة الصحابة، هاجروا على مرتين، لكن النبي الكريم لم يهاجر ابدا الى الحبشه. خلي بالك من الحته دي. طيب يا مستر هتكلمني عن ايه؟ تعالى اكلمك عن موقف قريش من الدعوه الاسلاميه. يا ترى قريش عملت ايه علشان تواجه الدعوه الاسلاميه؟ فتعالى اكلمك اهو عن اساليب مواجهه قريش. اول حاجه حرب الشائعات والاكاذيب. بسرعه كده عايزين نفهم ان هم طلعوا اشاعات على الرسول وطلعوا اشاعات على الصحابه، قالوا على الرسول انه مسحور وانه طامع في الزعامه. يبقى بص اهو، اتهموا النبي بالكذب وبالسحر. ولازم تعرف ان هم اختاروا الوقت المناسب عشان ينشروا الاكاذيب دي. وقت الحج. ما تنساش ان قبيله قريش هي اللي كانت مسؤوله عن الحج في الكعبه، فاستغلوا الوقت المناسب. يبقى لما يكلمك اشمعنى قبيله قريش استغلت وقت الحج، هتقول لي انها استغلت الوقت المناسب اللي يبقى فيه اكبر تجمع، فلما ننشر الكذبه وكلنا نتحد على نفس الكذبه تثبت على النبي. تاني حاجه عندنا المفاوضات والمساومات. بالمناسبه لما اكلمك عن حرب الشائعات والاكاذيب هتذكر كذا مره. اللي استخدموا الشائعات والاكاذيب قريش، تاني حاجه اليهود، تالت حاجه المنافقين. اكتب الثلاثه استخدموا حرب الشائعات والاكاذيب، ودي اسمها الحرب النفسيه. تاني حاجه المفاوضات والمساومات. حاولوا يفاوضوا الرسول، يا اما يفاوضوه هو مباشره عشان يثنى عن دعوه الاسلام والرسول رفض، وحاولوا يتفاوضوا بشكل غير مباشر مع عم الرسول ابي طالب، عمه اللي رباه، فهم فكروا ان هو هيأثر عليه ويثنيه عن دعوه الاسلام، وبرضه الرسول رفض. ثالث حاجة الإيذاء والتعذيب. بدأوا يعذبوا الرسول ويعذبوا الصحابة. ولازم تعرف حضرتك إن هم بدأوا بالمستضعفين. في عبيد دخلوا الإسلام فبدأوا يأذوا العبيد. تاني حاجة عايزك تعرفها أهو، بعد كده اتسع الإيذاء عشان يشمل كل المسلمين، وده خلى المسلمين كتير يهاجروا. بعد كده برضو بكلمك عن المقاطعة الاقتصادية. ولازم تعرف إن قبيلة قريش قطعت اهل الرسول كلهم اقتصاديا واجتماعيا. يعني ايه اقتصاديا؟ مش هنبيع لهم ومش هنشتري منهم. يعني ايه اجتماعيا؟ لا هنتجوز منهم ولا يتجوزوا مننا ولا نزورنا ولا نزورهم. لحد ما ربنا حنن قلب بعض وجهاء قريش، قال لك احنا ازاي قابلين على اهالينا بني هاشم ان هم مقاطعين كده. يبقى خد بالك، بص اهو، المقاطعه الاقتصاديه اتفقوا على قتل النبي، فبني هاشم عيله الرسول رفضت فاصدروا وثيقه المقاطعه. المقاطعة كان حصار اقتصادي وحصار اجتماعي واستمر 3 سنوات. كل الكلام ده بيوريك ان قبيلة قريش واجهت الاسلام بشكل عنيف جدا. طيب خليني اتكلم معاك بعد كده عن حتة في غاية الاهمية. بعد ما الرسول لقى مواجهة شديدة من قبيلة قريش، خليني اكلمك عن الهجرة
الى الحبشه. وخد بال حضرتك، الرسول ما هاجرش للحبشه، الرسول اوصى الصحابه ان هم يهاجروا للحبشه. ليه؟ لان عندهم ملك مسيحي وملك عادل. يبقى خد بالك، ملك مسيحي اللي هو النجاشي، وملك عادل لا يظلم عنده احد. والهجره تمت على مرحلتين، الخامس من البعثه والعام السابع من البعثه. وخد بالك قريش حتى ما سابتش المسلمين يهاجروا، بعتت قبيله قريش بعتت مجموعه من الناس يجيبوا المسلمين من عند النجاشي. الملك النجاشي رفض. ده بيدل على العدل، بيدل على السماحه، بيدل على قوه الشخصيه بتاعت الملك النجاشي. يبقى بص اهو، هو طلب ان يسمع من المسلمين زي ما سمع من قريش. يعني بتوع قريش جايين والمسلمين جايين، يلا اتكلموا قدام بعض عشان اعرف مين الصادق ومين الكاذب. ده بيدل يا جماعه على العدل وبيدل على الحكمه. ولازم تعرف اللي اتكلم باسم المسلمين كان اسمه جعفر بن ابي طالب. يبقى لما يقول لك ان الفصاحه يكلمك عن بلاغه اللسان، يبقى انا بتكلم عن جعفر بن ابي طالب. طيب مستر هتكلمني عن ايه؟ عايز اقول لك ان رحله الرسول الى الطائف، انا بقول لك اهو في العام العاشر من البعثه، لو انت فاكر انا قلت لك الرسول راح للطائف يدعوهم دعوه الاسلام، ضربوه واذوه حتى ادمت قدماه فسابهم ورجع. يبقى خد بالك، الطائف تشابهت مع قريش فعدم تقبلهم للدعوه الاسلاميه. اكتب النواتج دي بعد اذن حضرتك. طيب تعال اتكلم معاك بعد كده عن الطواف على القبائل. الرسول بعد ما رجع بقى من الطائف قال لك انا هستنى لما موسم الحج يجي والقبائل يا جماعه تبدا تتجمع وهدعوهم دعوه الاسلام. مستر ممكن تقول لي بعد اذن حضرتك مين اللي قبل الاسلام؟ ركز بقى في الترتيبه دي. اول حد يقبل الاسلام يا جماعه كانوا 6 رجال من يثرب. 6 رجاله من يثرب قبلوا الاسلام. اشمعنى يثرب؟ انا قلت لك قبل كده بتوع يثرب غير ان هم جانب اجتماعي طيبين، تاني حاجه هم سمعوا من اليهود عن النبوه والدعوه. لازم تعرف برضو ان يثرب كانت القبائل اللي هناك كانت فيها حروب ما بين الاوس والخزرج، كانوا مدمرين بعض. يبقى عندي سبب اجتماعي ان هم كانوا طيبين، عشان لما يجي يسالك اشمعنى اهل يثرب هم اللي قبلوا الاسلام دون الناس دي كلها، دون كل القبائل. اهل يثرب كانوا طيبين، جانب اجتماعي. اهل يثرب كانوا في حروب ما بين الاوس والخزرج. اهل يثرب سمعوا عن الدعوه والنبوه من اليهود. يبقى اول حاجه 6 من يثرب. بعد كده راحوا بلادهم ورجعوا تاني بعد عام وعملوا ما تسمى بيعة العقبة الأولى. بعد كده راحوا ورجعوا تاني عملوا بيعة العقبة الثانية. مستر ايه الفرق ما بين بيعتي العقبة الأولى والثانية؟ بص بسرعة كده. بيعة العقبة الأولى يا جماعة، بيعة العقبة الأولى كانت في الموسم ال 12 من البعثة أو العام ال 12، مكانها مدينة العقبة، منطقة العقبة، وكانوا حوالي 12 راجل. كانوا حوالي 12 راجل من الأوس والخزرج. هو في الأول 6، بعد كده حضرتك رجعوا 12. والشروط بتاعتها الإيمان بالرسول ومكارم الأخلاق. دي أول بيعة عندنا اللي هي البيعة الأولى، بيعة العقبة الأولى. أما بيعة العقبة الثانية بعدها بسنة، ودي كانت يا جماعة أكبر، كانت 73 راجل وامرأتان، يعني 75 واحد. بدأ يبقى للرسول أحباب كتيرة في يثرب. في الموسم ال 13 من البعثة، ومكانها برضو في العقبة. شروطها ان احنا ندافع عن الاسلام وندافع عن النبي، وفيها يا جماعة هتقوم الدولة الاسلامية، لان بعدها هتتم الهجرة. يبقى بص، 6 رجالة، بعد كده 12 راجل، بعد كده 75 اللي هم 73 راجل وامرأتين، وبعد كده هتتم الهجرة. وعايزك تعرف ان الرسول هنا اختار 12 نقيب، قال لهم اختاروهم انتوا. يعني ايه 12 نقيب؟ 12 واحد تختاروهم علشان يكونوا هم الممثلين في الكلام قدام الرسول. 12 واحد هم اللي يقودوا امور المسلمين اللي موجودين في يثرب دلوقتي قبل ما الرسول يجي. وطالما تم اختيار 12 نقيب، يبقى انا بتكلم هنا، ركز كده، عن مبدأ اسمه الشورى، تطبيق مبدأ اسمه الديمقراطية. الرسول مش موجود دلوقتي في المدينة، فال 12 دول هم اللي هينوبوا عن الرسول. طيب مستر بعد اذن حضرتك هتكلمني عن ايه؟ تعالى بعد كده بقى اتكلم معاك عن الهجرة الى يثرب. ولازم حضرتك تعرف بسرعة كده ان اللي هاجر مع النبي من مكة الى المدينة، انا بتكلم دلوقتي اللي صاحب الرسول في الهجرة، كان ابو بكر الصديق. ولازم تعرف ان هم اتخذوا طرق غير معروفة. ليه؟ عشان يتخفوا من المشركين. يبقى خد بالك،
كان فيها سريه تامه، خد بالك دي مهمه جدا. يبقى اللي كان بينقل لهم تحركات المشركين كان عبد الله بن ابي بكر، ودوت كان رجل الاستطلاعات، لكن رجل الدليل الجغرافي هو عبد الله بن اريكط. وتمت الهجره يا جماعه، وقابل الرسول. مين اللي قابله؟ اهل يثرب، قابلوه بالترحاب، وهنا هتتم بناء الدوله الاسلاميه. يبقى خد بال حضرتك، انا بتكلم عن هجره الرسول من مكه الى المدينه، الرسول هاجر، وهناك هيتم بناء الدوله الاسلاميه. ده كده يا جماعه الدرس بتاعنا. تعالى بقى ننتقل لدرس جديد. زي ما انا قلت لك، كل درس هحاول الخصه لك تلخيص سريع مع نواتج التعلم. بس ما تنساش تدعي لي في الكومنتات، وما تبقاش بخيل، وشارك الفيديو مع اصحابك. يلا بينا. اوعى 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 تنسى تشوف المقدمه. يلا بينا نبدا في درس جديد. تعالى بقى ننتقل للدرس رقم 3 اللي هو بيتكلم عن دعائم بناء الدوله الاسلاميه. الرسول الكريم هاجر من مكه الى المدينه، وفي المدينه هتبدا الدوله الاسلاميه. مستر نادر هتكلمني عن ايه؟ هتكلم معاك عن احوال المدينه قبل مجيء الرسول، ثم هكلمك عن كيف قام الرسول الكريم ببناء الدوله في المدينه. فتعالى كده اول حاجه نتكلم عليها في الورق اللطيف المترتب ده اهو. اول حاجه يا سيدي هكلمك عليها اهو، انا هكلمك عن اهو. اول حاجه هكلمك عن اول نقطه هنتكلم فيها العلاقه بين القبائل قبل مجيء الرسول. بص يا سيدي، اول حاجه عايزك تعرفها ولازم نسال نفسنا، هم مين اللي كانوا عايشين في المدينه في التوقيت ده؟ كان عندي اليهود، وكان عندي قبائل الاوس، وكان عندي قبائل الخزرج. عايزين نعرف علاقتهم بايه. لازم تعرف ان علاقتهم في البدايه كانت علاقه كويسه، كان في وفاق بينهم وبين بعضهم، كان في عهد بينهم وبين بعضهم. لكن لما قبائل الاوس والخزرج بدات احوالهم الماديه تتحسن، ما هم كانوا شاطرين في الزراعه، كانوا جايين بعد انهيار سد مأرب، بدا اليهود يشعروا بالغيره وبداوا يحطوا عليهم. فركز كده معايا. اول حاجه هو بقول لك كان اول حاجه عندنا مرحله اهو يا سيدي، اول حاجه عندنا اهي مرحله الوفاق، ودي كان فيها مسالمه بين اليهود والقبائل. ركز كده، كان في حسن المعامله من اليهود الى القبائل. ببساطه كده عايز اقول لك ان هم كانوا قابلين بعض. تاني حاجه مرحله الخلاف. امتى بدا الخلافه مستر نادر؟ اهو بعد هجره الاوس والخزرج وتحسن اوضاعهم الاقتصاديه. يبقى لو انت بتكتب كده هتكتب السبب الغيره الاقتصاديه. ركز كده، غيره اهو. لازم تعرف برضو بعد كده ايه اللي هيحصل. بعد كده هيعملوا معاهده مع بعض، معاهده التعايش بين اليهود والاوس والخزرج اهو القبائل. لكن برضو اليهود كسابق عهدهم هينقضوا المعاهده وهيقتلوا كثير من الاوس والخزرج. بص، يبقى في الاول كان في بينهم اتفاق، كان في بينهم سلام، ثم بعد كده تم بينهم اتفاق، ثم بعد كده نقض الاتفاق، ثم بعد كده عملنا اتفاق تاني، ثم بعد كده نقضنا الاتفاق تاني. عشان كده لازم تعرف ان اليهود متخصصين في نشر الفتن والانقسامات، لدرجة ان هم يهود بني النضير وبني قريظة راحوا اتفقوا مع الاوس، قالوا لك احنا بنحب الاوس، ويهود بني قنقاع قال لك احنا بنحب الخزرج. وخد بالك ده اسمه حب ظاهري، هم ما كانوش بيحبوهم بجد، هم كانوا عايزين يعملوا بينهم انقسامات وفرقه. يبقى خد بالك، انا كل اللي يهمني في الموضوع ده تعرف ان اليهود في البدايه كانوا مسالمين، ثم اصبحوا معادين، ثم بعد كده بداوا ينشروا الانقسام والفرقه بين الاوس والخزرج، لدرجه ان هم قعدوا يسخنوهم لحد ما وصلوا الحرب اسمها يوم بعاث. ويوم بعاث حضرتك انا بتكلم هنا عن اخر الحروب اللي بين الاوس والخزرج، وهتعرف ان الرسول هو اللي خلصهم منها. خلاصة كلامي عايزك تعرف ان احوال المدينة كان في فرقة، كان في انشقاق، كان في عدم سلام، كان في حروب بين القبائل. طيب مستر هتكلمني عن ايه؟ تعال نتكلم بقى على النقطة الاهم عندنا. هنتكلم عن عندما اتى الرسول كيف قام ببناء الدولة. اول دعامة عندنا بناء المسجد. بسرعة كده عايزك تعرف ان المسجد في الدولة الاسلامية ما كانش ليه دور واحد، ده كان فيه تعدد الادوار. ركز، احنا عايزين ناخد المعلومة مركزة. يعني ايه كان تعدد الادوار؟ حبيبي عايزك تعرف ان المكان كان مسجد للعباده، مكان للعباده. يبقى تقدر تقول لي كده المسجد هنا له دور ديني، والمسجد كان مدرسه لتعليم الدين زي دار الارقم ابن ابي الارقم. يبقى هنا انا بتكلم عن دور تعليمي. المسجد كان ملتقى لتحقيق الوحده والالفه، ما تنساش ان هنا دور اجتماعي، كان الناس بتقابل بعضها. المسجد كان مأوى لبعض المهاجرين، برضو دور اجتماعي، يعني بعض المهاجرين اللي جايين من مكة للمدينة ما عندهمش مكان فهيقعدوا في المسجد. المسجد كمان كان مركز لإدارة شؤون الدولة السياسية والعسكرية. عايز أقول لحضرتك على حاجة،
يخرج عن ادوار المسجد. اكتب كده الدور الاقتصادي، ما كانش فيه مكان اقتصادي ولا تعليم الحرف والمهن، بتيجي في الاسئله كتير. انا يهمني في الجزئيه دي تعرف ان المسجد كان له ادوار متعدده في الاسلام، وعلى فكره كانت الدعامه الاولى في بناء الدوله الاسلاميه. طب يا مستر هتكلمني عن ايه؟ تعالى اتكلم معاك عن نقطه بتيجي في الاسئله دايما، على المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وعلى فكرة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لازم تعرف المهاجرين هم اللي جايين من مكة للمدينة، الأنصار هم أهل المدينة. الرسول قال لك أنا لازم أعمل بينهم مؤاخاة. يعني إيه مؤاخاة؟ الاتنين يبقوا إخوات والاتنين يبقوا حبايب، والمهاجرين اللي ما عندهمش مكان الأنصار يشيلوهم، والمهاجرين اللي ما عندهمش فلوس الأنصار يشيلوهم. يبقى لازم تعرف كده إحنا بنتكلم عن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. طيب يا مستر ممكن تقول لي ايه اسباب المؤاخاة بين المهاجرين والانصار؟ بص، الاسباب عندي اسباب وجدانية واسباب نفسية، زي معالجة حنين المهاجرين لمكة. ايوه مستر، المهاجرين اللي سايبين مكة بقى عندهم حنين يرجعوا تاني، فالرسول لازم يحببهم في المدينة. الرسول هو لازم يحببهم في المدينة. وعندي برضو اسباب اقتصادية ببساطة، وركز بتيجي في الاسئلة. المهاجرين اللي جايين من مكة خبرتهم خبرة تجارية، طب المدينة خبرتها في الأساس خبرة زراعية. إذا أنا بعرف في التجارة ورايح على بلد كلها زراعة، أنا مش لاقي شغل بالنسبة لي. يبقى بص أهو، صعوبة شق الطريق عند المهاجرين، مش هيعرفوا يشقوا طريقهم، مش لاقيين الشغل بتاعهم لأن خبرتهم تجارية. خبرتهم تجارية، اكتب كده. بينما المدينة خبرتها زراعية، قلة الأموال، ما عندهمش أموال، ما هم سايبين بيوتهم وحالهم ومالهم وأراضيهم في مكة. آخر حاجة عندنا أسباب اجتماعية، وأسباب اجتماعية معناها إحساس المهاجرين بالغربة، حاسين بالغربة عن البلد. تاني حاجة ربطهم بالمجتمع الجديد. طيب عايز أضيف ملحوظة ومن فضل حاجة اكتبها، اكتب كده، اكتب كده. بسبب انتقالهم من مكة إلى المدينة المهاجرين تمت إضافة إليهم خبرة اقتصادية. إزاي؟ هم كانوا خبرة تجارية لكن تمت إضافة إليهم خبرة إيه؟ خبرة زراعية، بقوا شاطرين كمان في الزراعة، هيتعلموا الزراعة كمان. طيب مستر هتكلمني عن إيه؟ تعال أنتقل معاك برضو وأكلمك عن موقف الأنصار بسرعة كده. الرسول طلب أن المهاجرين والأنصار يكونوا حاجة واحدة، يكون في بينهم مؤاخاة. هل الأنصار وافقوا بكده؟ دول وافقوا وعملوا أكتر من اللي اتطلب منهم، لدرجة أن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار يقال عنها أنها مؤاخاة أكتر من أخوة الدم واللحم. لازم تعرف أن الأنصار استعدوا لتقسيم ممتلكاتهم، يعني ادوهم من اللي عندهم. لما كان حد من الأنصار يبقى عنده بيتين يدي أخوه المهاجر بيت، حد من الانصار عنده اموال يدي لاخوه المهاجر حاجه. يبقى خد بالك اهو، قسموا ممتلكاتهم مع المهاجرين. يبقى ده موقف عظيم، ركز بعد اذنك، ها، موقف عظيم. طيب مستر، لما دلوقتي المؤاخاة بين المهاجرين والانصار بقوا حاجه واحده، ممكن تقول لي ايه النتائج؟ اول حاجه عايزك تعرفها، تم تقويه الجبهه الداخليه، تم مواساة الأنصار للمهاجرين. المهاجرين سايبين بيوتهم زعلانين فالأنصار واسوهم. لازم تعرف إنهاء العصبيات القبلية. أيوة، ما بقاش في كل قبيلة متعصبة لنفسها، كلهم بقوا حاجة واحدة تحت راية الإسلام ولهم قائد واحد اللي هو الرسول الكريم. يبقى خد بال حضرتك كده، أنا بتكلم عن موقف الأنصار، مش دايما بيتسأل فيها، أنا بيتسأل فيها أكتر اللي هي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، الأسباب بتاعتها. طيب مستر هتكلمني عن إيه؟ تعال نتكلم برضو عن حاجة تانية، هنتكلم عن ما يسمى صحيفة المدينة. الرسول دلوقتي موجود في المدينة، والرسول هو قائد المدينة، رئيس المدينة. ولازم تعرف ان انا عندي يهود وعندي مسلمين. تاني، عندي يهود وعندي مسلمين، الاتنين عايشين في المدينة. عشان المدينة يبقى فيها استقرار وضعنا ما يسمى صحيفة المدينة. يبقى خد بالك، انا لو منك اكتب كده فوق كلمة صحيفة المدينة، ده دستور، ده قانون للكل. يبقى لما يكلمك الدستور اللي حطه الرسول جوه المدينة اسمه صحيفة المدينة، وصحيفة المدينة هو الدستور. وعلى فكرة هتعرف ان الدستور ده اتكلم عن حقوق الانسان، دلوقتي اتكلم عن حقوق المواطنة. طيب بص، ايه هدف الدستور؟ اهو، تنظيم العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، تحديد المسؤوليات والادوار للمسلمين وغير المسلمين، التعايش السلمي. ودي اهم نقطة، احنا لما بنحط دستور يا جماعه عشان نعمل تعايش، خلي بالك في الدستور ده كان في بنود للمسلمين
وبنود لغير المسلمين وبنود للمسلمين وغير المسلمين. انا اهم بند عندي لازم تعرفوه. الرسول دلوقتي قائد المدينة، عندي يهود وعندي مسلمين. الرسول قال لهم لو في اي عدو جاي لنا من بره المدينة لازم كلنا ندفع فلوس علشان نشارك في تسليح المدينة. ده اسمه الدعم المالي للدفاع عن المدينة، وده اسمه المواطنة. ركز بعد اذنك. الدفاع المشترك. انا هقرا الكومنتات، واحسن كومنت انا هكلمه بنفسي وهبعت له هديه. يلا انطلقوا يا حبايبي، يلا. ضد اي عدوان، وده اسمه المواطنة. كلنا هندافع ضد اي عدو. النصح والبر بين المسلمين وغير المسلمين، اللي يلاقي حد بيعمل حاجة غلط ينصحه، ده اسمه مواطنة برضه. نصرة المظلوم وتحقيق الأمن والأمان بين المسلمين وغير المسلمين. خد بالك من النصوص اللي اتحطت لغير المسلمين، حماية أهل الذمة، يعني المسلمين هيحموا اليهود. الاستقلال المالي لكل طائفة، اللي عايز يا جماعة اليهود بيشتغلوا ربنا يبارك لهم في فلوسهم، ملناش دعوة بيها كمسلمين. المسلمين بيشتغلوا، اليهود ملهمش دعوة. إذا لازم تعرف إن صحيفة المدينة، اكتب كده، هو دستور هدفه الأساسي المواطنة والتعايش السلمي والدفاع المشترك ضد أي اعتداء. طيب تعال نتكلم بعد كده. عايزك تعرف برضو هنتكلم عن البناء الاقتصادي. حبيبي لازم تركز معايا كده حضرتك، لازم تركز معايا كده حضرتك. لازم تعرف ان مفيش دولة بدون بناء اقتصادي. طبعا مستر لو سمحت ممكن تقول لي اقتصاد المدينة هيقوم على ايه؟ هيقوم على 3 حاجات. اول حاجة احياء الارض الميتة، تاني حاجة تنظيم الري، تالت حاجة انشاء سوق اسمه سوق المدينة. اول حاجة يا جماعة يعني ايه احياء الارض المهملة؟ الرسول ارسى مبدأ من احيا ارضا مواتا فهي له. يعني لو في ارض صحراوية انت زرعتها وصلحتها، الارض دي بقت ملكك. ده اول حاجة عندنا اهي، احياء الارض المهملة. تاني حاجة هننظم الري. لازم تعرف ان احنا دلوقتي في شبه الجزيرة، صح؟ شبه الجزيرة المية فيها قليلة، فلازم نحط بناء اقتصادي ينظم الري عشان نحافظ على المية. اهو تنظيم المياه التي تفيض من الأودية زي وادي بطحان وقناة. ركز كده بعد اذن حضرتك. يبقى اول حاجة احياء الارض المهملة، تاني حاجة هننظم الري، تالت حاجة لو انت فاكر احنا قلنا ان المهاجرين اللي جايين خبرتهم ايه؟ تجارية، والمدينة كلها زراعية، فلازم نعمل للمهاجرين الحاجة اللي بيعرفوا يعملوا فيها. هنعمل لهم سوق اسمه سوق المدينة، واحيانا كان بيسمى سوق المناخة. ليه سوق المناخة؟ الجمال بتيجي فبتنخ، الجمال شايلة بضاعة فبتنخ، فاسمه سوق المناخة. يبقى لازم تعرف انشاء سوق المدينة. لازم تعرف ان سوق المدينة ده اللي حدد موضوع الرسول بنفسه، وكان هدفه التجارة والكسب. ولازم تعرف انه تسمى بسوق المدينة او سوق المناخ. عايز اقول معلومة الكتاب ما قالهاش. السوق زي ما ليه وظيفة، اكتب كده، تجارية، من فضلك اكتب، هو كمان كان ليه وظيفة اجتماعية. ليه يا مستر نادر؟ ايوه حبيبي، لان الناس بتقابل بعض. يبقى خد بالك السوق له وظيفة مزدوجة، وظيفة تجارية وظيفة اجتماعية. ولو انت فاكر في الدرس الاول اتكلمنا وقلنا ان السوق له وظيفتين، وظيفة تجارية ووظيفة ثقافية كان بيتم فيه القاء الشعر. طيب تعال نتكلم بعد كده عن اخر حاجة في الدرس ده. احنا عشان نعمل دولة قوية، لو انت فاكر عملنا بناء اجتماعي اللي هو المؤاخاة بين المهاجرين والانصار، عملنا بناء ديني وبنينا المسجد وده الدعامة الاولى، وعملنا بناء اقتصادي، ال3 مبادئ عندنا. اخر حاجه عشان نامن نفسنا ضد اي اعتداء عملنا حاجه ما تسمى الجيش. ولازم تعرف المعلومه اللي هقولها دي، ان الرسول بدا في الجيش من السنه الاولى للهجره. اكتب بعد اذنك، من السنه الاولى للهجره. يبقى الرسول ادرك مبكرا اهميه تامين الدوله. طب هدف الجيش ايه؟ بصوا يا جماعه، هدف الجيش انه يحمي الدوله ضد اي اعتداء. لازم تعرف ان الجيش راح عمل شوية غزوات. طب ايه هدف الغزوات دي؟ اول حاجة يا جماعة هدف الغزوات دي اهو بسط هيبة الدولة الاسلامية، نقول للناس ان احنا مش خايفين. تاني حاجة نكسب بعض القبائل في صفنا. انت عارف دلوقتي ان في قبائل ضد بعض، عندنا مكة قريش، وعندنا المسلمين.
فلو مكة ما شافتش ان المسلمين بيهجموا، القبائل الباقية هتحس ان المسلمين ضعاف. فاحنا لما بنهجم المسلمين بيهجموا، فبقية القبائل تقول لك لا يا عم ده واضح ان المسلمين جامدين، فبقوا في صف المسلمين. وبعض القبائل التانية تقول لك لا يا عم انا ماليش دعوة، دول جيشين بيحاربوا في بعض. يبقى بص، تحييد يعني تبقى على الحياد بعض القبائل في الصراع بين مكة والمدينة. يبقى خد بالك لما اجي اقول لك باختصار كده ايه هدف الجيش، هتقول لي 1 بسط هيبة الدولة، 2 كسب ود بعض القبائل، 3 تحييد بعض القبائل. ولازم تعرف حضرتك ان الرسول احصى من السنة الاولى للهجرة الرجال القادرين على القتال. اكتب بعد اذنك دي، من السنة الاولى. يبقى ده ادراك مبكر للرسول لاهمية الجيش. ده يمكن الدرس بتاعنا اللي احنا كنا هنتكلم فيه دلوقتي، اللي هو بيتكلم عن دعائم بناء الدولة الإسلامية. سيب بقى قلمك كده ويلا بينا ننتقل لحاجة جديدة. تعال بقى نتكلم في جزء جديد. احنا هنتكلم عن الأخطار الداخلية والخارجية التي واجهت الدولة الإسلامية. يا حبيبي لازم تعرف ان مفيش دولة من الدول ملهاش أعداء، حتى لو الدولة دي دولة صغيرة. أي دولة في الدنيا ليها أعداء. ولو انت فاكر ان احنا قلنا ان الرسول منذ العام الأول من الهجرة أدرك أهمية وجود الجيش. ده واضح كده ان احنا لينا أعداء بقى بجد. عندنا أعداء داخليين وأعداء خارجيين. مستر مين الأعداء الداخليين؟ ناس جوانا، المنافقين واليهود قاعدين معانا في المدينة. طب مين الخارجيين؟ ناس من بره، مكة والروم. فتعالى كده نتكلم عن الأعداء الداخليين ونتكلم عن الأعداء الخارجيين. أول حاجة الأخطار الداخلية كانت متمثلة في المنافقين وفي اليهود. والمنافقين يا جماعة بسرعة كده، يعني إيه منافقين أصلا؟ إيه هي حركة النفاق؟ ناس أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. طب ليه أصلا؟ هم كان نفسهم يبقى عندهم زعامة وعندهم قيادة، فلما لقوا الرسول هو أصبح القائد من جواهم ما كانوش سالكين، فأظهروا قدامنا ان هم مسلمين، لكن من جوه لا، كانوا لسه على كفرهم. زعيمهم كان اسمه عبد الله بن أبي بن سلول. لازم تعرف ان الراجل ده كان واحد من زعماء الخزرج. يبقى لما اجي يسألك ويقول لك هو ليه أظهر الإسلام وأبطن الكفر، كان عنده رغبة، رغبة في الزعامة. لكن لما لقى الناس التفت حوالين النبي الكريم راح اظهر اسلامه وابطن الكفر. ممكن تقول لي يا مستر نادر المنافقين اللي التفوا حوالين عبد الله بن ابي بن سلول عملوا ايه؟ لازم تعرف ان هم عملوا كوارث في الدوله الاسلاميه. اول حاجه حاولوا يشقوا الصف الاسلامي. يعني ايه يشقوا الصف الاسلامي؟ في يوم احد يا جماعه المسلمين يعني تجرعوا مراره الهزيمه. فلازم تعرف ان المنافقين بدل ما يقفوا جنب المسلمين ويطمنوهم وهنرجع تاني وهننتصر تاني، راحوا طلبوا نفسهم ان احنا يلا بينا نرجع لديننا القديم، يلا نرجع لكفرنا، يلا نرجع للدين بتاعنا. الله، يعني بدل ما تقفوا مع المسلمين وتخففوا عليهم مرارة الهزيمة ما انتم منهم المفروض عملتوا كده. يبقى دي اول حاجة عملوها. تاني حاجة حاولوا يوقعوا ما بين المهاجرين والانصار. حاولوا الوقيعة بين المهاجرين والانصار. يروحوا للمهاجرين يقولوا خلي بالكم الانصار مش بيحبوكوا، يروحوا للانصار خلي بالكم المهاجرين مش بيحبوكوا. يبقى أنا هنا بيحاولوا يوقعوا. هتعرف ان الكلام ده بيتشابه مع اليهود. اكتب كده عندك يتشابه مع اليهود. برضو عايزك تعرف ان هم كمان حاولوا ينشروا الشائعات والافتراءات والاكاذيب، لدرجة ان هم اتكلموا بالسلب واتكلموا بالسيء واتكلموا بالوحاشة على السيدة عائشة. وخد بال حضرتك دي حادثة مشهورة جدا اسمها حادثة الإفك. وفي حادثة الإفك تم تبرئة السيدة عائشة بآيات، بالآيات القرآنية، آيات من عند ربنا. يبقى خد بالك هنا في تشابه مع قريش. لو انت فاكر استخدام الشائعات والأكاذيب في 3، من فضلك اكتبها عندك. ال3 دول استخدموا الحرب النفسية اللي هي حرب الشائعات، اليهود والمنافقين وقريش. يبقى ال3 استخدموا. برضو عايزك تعرف ان هم كمان بنوا مسجد اسمه مسجد ضرار. ومسجد ضرار ده حضرتك لازم تعرف ان المسجد ده من بره يبدو مسجد، لكن من جوه كان مركز للمؤامرات ضد الدولة الإسلامية. يبقى خد بالك هنا، اكتب كده سوء النية، لأن من بره حاجة ومن جوه حاجة. اهو كان مركزا للتآمر والتحريض ضد الدولة الإسلامية. طيب وإيه كمان يا مستر نادر ممكن تقول لي عملوا المنافقين؟ تاني حاجة عملوها تحالفوا مع أعداء الإسلام. يعني مش بس حاولوا يشقوا الصف الإسلامي الداخلي، تحالفوا مع الأعداء اللي بره اللي هم مع قبيلة قريش. بص، عودة عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش في غزوة أحد 3 هجرية. خد بال حضرتك، يعني في الغزوة دي سابوا الجيش وسابوا المسلمين يحاربوا ورجعوا. يبقى خد بال حضرتك أول حاجة عودة الجيش. وممكن تكتب ده أخطر موقف، ده أخطر موقف عندنا.
تاني حاجة حرضوا يهود بني النضير على قتال النبي، يعني المنافقين راحوا يحرضوا اليهود، يبقى بيتفقوا مع أعداء الإسلام أهو. تالت حاجة تراجع المنافقين في غزوة الأحزاب 5 هجرية، سابوا المسلمين في الغزوة وراحوا راجعين المدينة. الله، انتوا معانا المفروض في الجيش، ازاي بتسيبونا وبترجعوا؟ عشان كده بقول لك بيتحالفوا مع أعداء الإسلام. آخر حاجة رفض المنافقين الخروج في غزوة تبوك 9 هجريا ضد الروم. المسلمين رايحين يحاربوا الروم، لقينا برضو المنافقين بيتراجعوا، وحطوا، ممكن تكتب هنا، اعطوا اسباب واهيه. اصل الجو حر، اصل احنا مش قادرين نحارب، اصل الروم اقوى مننا. يبقى خد بالك ده اسمه التحالف مع اعداء الاسلام. عايز اقول معلومه، اخطر موقف كده، اخطر موقف للمنافقين هي عودتهم في غزوه احد. ده اخطر موقف عندنا. طيب ممكن اعرف يا مستر نادر ايه موقف النبي من المنافقين؟ لازم تعرف ان النبي قرر انه مش هيحارب المنافقين، مش هيقتل المنافقين، عنده القدرة وعنده الجيش وممكن يقتلهم، لكن لكي لا يقال ان محمدا يقتل اتباعه. الرسول مش عايز يتقال اصل المنافقين قدام الناس مسلمين، فلو قتلهم هيتقال ان محمدا يقتل اتباعه. اكتب كده. يبقى الرسول الكريم هنا بيحافظ على السلم المجتمعي، زي ما عمل نفس الموقف يا جماعه اللي الرسول الكريم عمله مع مين؟ مع اهل مكه لما ما حاربهمش. يبقى خد بال حضرتك اهو، رفض قتالهم، واكتب فوقها حفاظا على السلم المجتمعي. ولازم تعرف ان النبي حاول يفتتهم، يبعدهم، يشتتهم، وكمان النبي حذرهم. ولازم تعرف ان في ايات نزلت بتتوعدهم بعذاب الدنيا والآخرة، وبعد نزول الآيات كتير منهم رجعوا واعتذروا للنبي واعتذروا للصحابة. لكن امتى الحركة بتاعتهم تقريبا انتهت تماما؟ بعد وفاة زعيمهم تراجعت حركة النفاق تماما. أوضح نقطة، وده يبين ان الحركة دي كانت حركة يا جماعة لها أسباب ذاتية، ما كانش ليها أسباب بجد حقيقية. لأن لو الحركة دي كانت حركة كويسة كانت حتى بعد وفاة زعيمهم كانوا كملوا. يعني هل بعد وفاة النبي الدولة الإسلامية توقفت؟ لا يا مستر، كملت، وكملت أكتر كمان. ده نفس الفكرة. لو الدعوة دي كانت دعوة صادقة وكان عندهم أسباب صادقة كانوا بعد وفاة زعيمهم يكملوا. يبقى خد بال حضرتك، أنا بتكلم هنا عن المنافقين حاولوا يشقوا الصف الإسلامي، تحالفوا مع أعداء الإسلام. تنساش إن هم كمان حضرتك موقف النبي منهم. طيب يا مستر هتكلمني عن إيه؟ تعالى أكلمك بقى عن اليهود. ولازم تعرف كده ان اليهود متخصصين في الفتن والانقسامات. مستر ممكن تقول لي اليهود عملوا ايه؟ بص حضرتك، اول حاجه حاولوا يشوهوا صوره الاسلام والمسلمين. اكتب فوقها كده الحرب النفسيه، حرب الشائعات، طلعوا شائعات على الرسول طلعوا شائعات كمان على الاسلام نفسه. تاني حاجه حاولوا يغتالوا النبي. بص محاوله اغتيال النبي اهو، حاولوا يلقوا عليه صخره بالقرب منه عشان تموته، حاولوا يحطوا السم في الاكل اللي الرسول هياكله، يبقى حاولوا يغتالوا النبي. ولازم تعرف ان هم تحالفوا برضو مع المشركين. ركز كده على اليهود، يعني يهود بني النضير حرضوا مشركي مكة على قتال المسلمين. بص يهود بني النضير كده راحوا تواصلوا مع اهل مكة، انتوا ليه سايبين المسلمين؟ تعالوا حاربوهم واحنا هنساعدكم. يهود بني قريظة تحالفوا مع المشركين في غزوة الأحزاب. يهود خيبر حشدوا قريش ضد المسلمين ودعموهم بالمال. يعني اليهود ببساطة كده يا جماعة اتواصلوا مع قبيلة قريش، مش قبيلة قريش عايزة تقتل المسلمين، طب تعالوا واحنا هنساعدكم وهنديكم الأموال وهنسهل لكم كل حاجة. طب يا مستر عملوا ايه تاني؟ حاولوا يشقوا الصف العربي يا جماعة، حاولوا يقطعوا الروابط المحبة بين الأوس والخزرج. اكتب كده عندهم فتنة، حاولوا يقطعوا، يروحوا لبتوع الاوس، انتوا ناسين الخزرج كانوا بيعملوا فيكم ايه، وبتوع انتوا ناسين الاوس كانوا بيعملوا فيكم ايه. لدرجه ان هم حاربوا بعض. وانا قلت لك كان في يوم اسمه يوم بعاث اللي خلصهم منهم الرسول. خلاصه كلامي عايزك تعرف ان اليهود حاولوا ينشروا الفتن. اوضح نقطه، اليهود والمنافقين وقبيله قريش الثلاثه استخدموا الحرب النفسيه، حرب الشائعات والاكاذيب. طب يا مستر ممكن تقول لي ايه موقف النبي من اليهود؟ هتعرف بقى الموقف اختلف عن المنافقين. يعني موقف النبي من اليهود، في ناس هيطردهم وفي ناس هيقتلهم وفي ناس هيعاقبهم. بص اهو، مثلا هتعرف ان الرسول طرد يهود بني قينقاع وبني النضير، وهناخد دلوقتي غزوه اسمها غزوه بني قينقاع. تاني حاجه انتصر على يهود خيبر. تالت حاجه قتل يهود بني قريظه لغدرهم وخيانتهم، كانوا عايزين يقتلوا الرسول. يبقى خد بالك، بص، طرد وانتصار
وقتل، ما تنساش الحته دي. طيب مستر هتكلمني عن ايه؟ تعالى اكلمك عن واحد من اشد المواقف اللي كانت بين اليهود وبين المسلمين، اسمها غزوه بني قينقاع. بسرعه كده، غزوه بني قينقاع كان سببها الاساسي مش الفتن بس بتاعت اليهود، مش بس ان الرسول شافهم في يوم من الايام توعدهم بالعذاب بالدنيا والاخره وهم طنشوا. السبب الرئيسي والمباشر، في اسباب كتير بس السبب المباشر هو موقف المراه المسلمه اللي كانت بتبيع وبتشتري في السوق بتاع بني قينقاع. ففي واحد صائغ يهودي حاول يكشف عن وجهها ويشد الملابس بتاعتها، فلما نهض واحد مسلم راح قتل اليهودي، راحوا اليهود تجمعوا على المسلم قتلوه، وهنا هتقوم الدنيا. يبقى خد بالك، انا عايزك تكتب كده غزوه بني قينقاع سببها الرئيسي موقف المراه المسلمه. اذا في تقدير من الاسلام لحقوق المراه وتقدير من الاسلام لحرمات المسلمين. ركز كده. طيب مستر لو سمحت ممكن تقول لي ادي السبب الرئيسي اهو، اعتداء الصائغ اليهودي على المراه المسلمه في سوق بني قينقاع، وخد بالك هنا اهو احترام للمراه. مستر ايه الاحداث بتاعتها؟ سهله جدا اهو. الرسول خرج يا جماعه لقتالهم بعد ما نفذ صبر الرسول وجعل القياده في يد حمزه بن عبد المطلب. تحصنوا اليهود في الحصون بتاعتهم، حصرهم الرسول لمده 15 يوم وبعد كده استسلموا. يبقى خد بالك الاحداث بتاعتها سهله، ان هم استسلموا في يد النبي. طب يا مستر دلوقتي النبي عنده فرصه انه ينتقم من اليهود، وراح موثق ايديهم وكان عددهم حوالي 700 راجل. لكن للاسف لقينا مين؟ لقينا زعيم المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول توسط عند النبي انه ما يقتلهمش. يبقى خد بالك هنا المنافقين توسطوا عند النبي علشان يسامح اليهود. وبرضه يا جماعه النبي تقديرا لاصحابه، تقديرا لعبد الله بن ابي بن سلول، ده كان يعتبر من صحابه الرسول قدام الناس، ده كان يعتبر من المسلمين. لازم تعرف انه تقديرا ليه الرسول عفى عنهم، بس امر بخروجهم من المدينه، يعني مش هيقتلهم بس يخرجوا، وذهبوا الى الشام. هقول ملحوظه، اكتب كده، انتهاء وجود اليهود في المدينه بشكل كامل كان امتى؟ كان في عهد الخليفه عمر بن الخطاب. ركز بعد اذن حضرتك، بعد ما طردهم من بيت المقدس نهائيا، لو انت فاكر هنتكلم عنها. طيب يبقى احنا هنا بنتكلم عن غزوه بني قينقاع، يبقى لازم تعرف ان السبب المباشر احترام حرمات المسلمات. يبقى اتكلمنا عن اليهود واتكلمنا عن المنافقين. تعالى بقى نتكلم عن الاخطار الخارجيه. تعالى بقى اكلمك عن الاخطار الخارجيه. والاخطار الخارجيه متمثله في اثنين، متمثله في المشركين بتوع مكه ومتمثله في الروم. فخليني اكلمك عن مشركين مكه. الحروب بينهم وبين المسلمين مرت بمرحلتين. تاني، المسلمين وقريش مروا بمرحلتين من الحروب، المرحله الاولى دفاعيه والمرحله الثانيه هجوميه. انا يهمني تعرف ان في عام 6 هجريه تم عقد صلح اسمه صلح الحديبيه، وفي صلح الحديبيه ده كان في اتفاق ان القبيله اللي عايزه تتفق مع المسلمين عادي، والقبيله اللي عايزه تتفق مع قريش عادي، والهدنه لمده 10 سنين. ده كان 6 هجريا، يعني المفروض اول حرب مع المسلمين وقريش تبقى يوم ايه؟ 16 هجريا. لكن للاسف لقينا في عام 8 هجريا حصل ما يسمى فتح مكه. ازاي يا مستر فتح مكه في 8 هجريا؟ هو الرسول هنا يا مستر هو اللي نقض العهد؟ لا، لازم تعرف ان المشركين بتوع مكه هم اللي نقضوا العهد. ازاي؟ بص، في قبيله اسمها قبيله قريش اتفقت مع قبيله اسمها قبيله بكر، وفي قبيله اسمها اهو المسلمين اتفقت مع قبيله اسمها خزاعه، يعني دول حلف ودول حلف. لقينا بقى ان الحلف ده راحوا حطوا على قبيله خزاعه ودبحوهم يا عيني، دول احباب الرسول خزاعه. عشان كده الرسول غار لاصحابه فراح هيعمل ايه؟ فتح مكه. يبقى فتح مكه سببه الاساسي الغيره لاصحاب الرسول، دفاع الرسول عن اصحابه. خد بالك هنا ممكن يجي لك سؤال يقول لك الصديق الجيد ظهر امتى؟ ظهر في فتح مكه. طب فتح مكه يا جماعه الموضوع بسيط جدا، ان الرسول لم يخبر احد بوجهته. يبقى خد بالك فتح مكه كان فيه سريه، خد بالك فتح مكه كان فيه سريه. الرسول راح فتح مكه يا جماعه بسريه، واول ما فتح مكه كده دخل وطاف بالكعبه وهدم الاصنام وعفى عن اهل مكه. يبقى يهمني تعرف ان في موقف فتح مكه كان في عفو. يبقى خد بالك ده بيتشابه مع موقف النبي مع المنافقين، برضو كان في عفو، الاثنين عفى عنهم. وخد بال حضرتك نتيجه عفو الرسول دخل الكثير لدين الله، دخل الكثير منهم. اهو عفى الرسول عن اهل مكه فدخل الكثير منهم الى الاسلام. وبعد ما الرسول فتح مكه راح فتح الطائف
وبعد كده رجع للمدينه عشان يامن الدوله الاسلاميه. خد بالك الترتيبه دي مش باينه، مكه ثم الطائف ثم عاد الرسول الى المدينه عشان يامن الدوله الاسلاميه. انا اللي يهمني تعرفوا ان في فتح مكه السبب الاساسي اللي هو دفاع الرسول عن قبيله خزاعه ضد قبيله قريش وبكر. تاني حاجه عايزك تعرف ان قبيله قريش هي اللي نقضت العهد اللي هو صلح الحديبيه. ولازم تعرف حضرتك ان من نتائج فتح مكه دخول الكثير من المشركين الى الاسلام. ما تنساش برضو ان في فتح مكه كان عندي السريه، موقف السريه التامه. يبقى السريه اتذكرت لتاني مره، المره الاولى كانت في الهجره الى يثرب المدينه، المره الثانيه اتكلمنا عليها في فتح مكه. طيب اخر حاجه بقى هتكلم معاك فيها الاخطار الخارجيه. ويا جماعه الاخطار الخارجيه متمثله في الروم. ببساطه كده احنا قلنا صلح مكه، قلنا صلح الحديبيه كان 6 هجريه صح؟ 6 هجريا. 6 هجريا كان عندنا هدنه صح؟ الرسول قرر انه يبعت رسل لملوك وامراء الشام ادخلوا في الاسلام. لكن للاسف لقينا ان كتير من امراء وملوك الشام مش بس رفضوا الاسلام، دول كمان قتلوا المبعوثين. وده يا جماعه بيعتبر اعلان الحرب في التوقيت ده. يعني انا ابعت لك حد يدعوك تروح انت قتله، يبقى انت على طول بتعلن هنا الحرب. يبقى خد بالك، لازم تعرف من اهم الحاجات اللي عملها الروم ضد المسلمين اهي قيام شرحبيل بن عمرو الغساني. عمل ايه؟ قتل الحارث بن عمير، ده مبعوث الرسول، وده كان اسمه في 6 هجريا، ده اعلان للحرب. اوضح نقطه، يبقى في 6 هجريا الرسول استغل الهدنه عشان ينشر الدين. يبقى لما يجي يقول لك امتى بدا الرسول يفكر في نشر الدين الاسلامي خارج شبه الجزيره، هتقول لي بعد صلح الحديبيه. ومن اشهر الغزوات اللي هيخوضها المسلمين ضد الروم هي غزوة مؤتة. وفي غزوة مؤتة أظن كتير منكم عارف إن عدد المسلمين كان قليل جدا قدام 200,000، 3000 قدام 200,000. مستر لازم تعرف إن غزوة مؤتة برضو كان ظهر فيها القيادي خالد بن الوليد. أي مرة يكلمك عن الحكمة، الدهاء، الذكاء، الخداع الاستراتيجي، على طول خالد بن الوليد. لازم تعرف برضو من الأسئلة اللي بتتسأل فيها في غزوة مؤتة ان في وقت غزوه مؤتة المسلمين اتفاجئوا بعدد الروم 3000 مسلم قدام 200,000. عملوا ايه؟ عملوا اجتماع وانقسموا الرايين. راي قال لك نوقف حرب ونستنى المدد، الراي الثاني قال لك لا يلا نحارب لان الروم مش هيدونا فرصه ان احنا يجي لنا المدد. يهمني بقى تعرف المعلومه دي، ان في غزوه مؤتة ظهر مبدا الشورى، عشان هيتكرر معانا المبدا ده. يبقى لازم تعرف حضرتك ان غزوه مؤتة ظهر فيها الشورى، ظهر فيها الذكاء والدهاء والخداع الاستراتيجي عند خالد بن الوليد. ولازم تعرف ان غزوة مؤتة كانت واحدة من اهم الغزوات، لانها زعزعت ثقة الروم في نفسهم، وضحت ورفعت الروح المعنوية عند المسلمين، وهتعرف انها مقدمة بعد كده لفتح بلاد الشام. ده كده بالنسبة للأخطار الخارجية. يبقى اتكلمنا عن الأخطار الداخلية واتكلمنا عن الأخطار الخارجية، وده الدرس بتاع الأخطار اللي واجهت الدولة الإسلامية. حاولنا نكشكشه كده من غير ما نوقع المعلومات. يلا بقى ننتقل بعد كده لحاجة جديدة. تعالى بقى اتكلم معاك بعد ما أمنا الدولة الإسلامية داخليا وخارجيا. لازم تعرف ان احنا هننتقل لدرس تاني، هنتكلم عن الدولة الإسلامية بعد وفاة النبي. بسرعة كده وباختصار، يهمني نواتج التعلم اللي بقولها يا جماعة اكتر من الكلام ده. النواتج اللي بتتقال دي مهمة جدا. هنتكلم عن اختيار اول خليفه للمسلمين. لازم تعرف ان الخلفاء الراشدين كانوا 4: ابي بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب. فلازم تعرف حضرتك كده ان هي ديت الخلفاء الراشدين اللي هنتكلم عنهم. فانا هتكلم معاك عن اختيار اول خليفه للمسلمين. بص اهو، هكلمك عن الدوله الاسلاميه بعد وفاه النبي. لازم تعرف كده ان الرسول لم يختار من ينوب بعده. يبقى هنا بتكلم ان الرسول ساب الامر شورى. وخليني اتكلم معاك عن اختيار اول خليفه للمسلمين، ابو بكر الصديق. بسرعه كده لازم تعرف ان اختيار ابو بكر الصديق تم على مرحلتين. اول مرحله اسمها بيعه السقيفه او اسمها البيعه الخاصه. بسرعه كده، بسرعه. الانصار اول ما توفى النبي تجمعوا في سقيفه بني ساعده اهو، اتجمعوا. ولما اتجمعوا حضرتك التفوا حوالين واحد اسمه سعد بن عباده. قال لك احنا عايزين سعد بن عباده هو اللي يخلف الرسول في قياده الدوله الاسلاميه. راح الانصار اتجمعوا، راح المهاجرين لحقوا بيهم، وقعد المهاجرين والانصار مع بعض، وفي النهايه اختاروا مين؟ اختاروا ابي بكر الصديق. استنى مستر، ما كانش في بينهم انشقاق؟ لا، يعني ما حدش تمسك بابو بكر او حد تمسك بسعد بن عباده؟ لا 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 لا. يبقى احنا هنا بنجني ثمره المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. اكتب بقى بعد إذنك كده، اكتب كده
في البيعة الخاصة ظهرت ثمار المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. تخيل لو الأنصار تمسكوا سعد بن عبادة والمهاجرين تمسكوا بكر ورحنا عملنا حرب مع بعض. لا، ده ما حصلش. طيب، دي البيعة الخاصة. فضل ان احنا نعلن ان ابي بكر الصديق هو خليفة المسلمين، وده تم في البيعة العامة. يبقى خد بالك ليه اسمها البيعة الخاصة؟ عشان شوية من المهاجرين وشوية من الأنصار. لكن في البيعة العامة يا جماعة كل المسلمين بايعوا أبي بكر الصديق. تم اختيار أبي بكر في البيعة العامة، وصعد أبي بكر على المنبر وألقى أول خطبة للإسلام، أول خطبة للخليفة المسلمين، أول خطبة للخليفة. كلمهم عن العدل والحكم بالبر، وكلمهم عن النصح، فكرهم بربنا واليوم الأخير، فكرهم بيوم. بص يا جماعة، الخطبة بتاعت أبي بكر الصديق كانت خطبة مثالية ظهر فيها التواضع والعدل والأمانة والنصح. يبقى خد بال حضرتك كده، أنا بتكلم عن البيعة الخاصة شوية من المهاجرين وشوية من الأنصار. تاني حاجة البيعة العامة كل المسلمين تجمعوا في مسجد النبي. طيب مستر هتكلمني عن إيه؟ تعالى أتكلم معاك عن أول تحدي هيواجه الخليفة. أوضح بقى نقطة. لو سألك وقال لك أول تحدي واجهها الدولة الإسلامية بعد وفاة النبي، أول تحدي بعد وفاة النبي هيبقى اختيار خليفة المسلمين. لو قال لك إيه أول تحدي واجه الخليفة الجديد، هتقول لي حروب الردة أو حركة الردة. يبقى خد بال حضرتك، أنا عندي تحديين. أول تحدي للمسلمين أصلا كان اختيار من يخلف النبي الكريم، لكن أول تحدي لأبي بكر الصديق هي حروب الردة أو حركة الردة. إيه يا مستر حركة الردة دي؟ ناس ارتدت عن الإسلام، وكانوا نوعين. النوع الأول ناس ارتدت عن الإسلام تماما، النوع الثاني ناس ظلت على إسلامها لكن امتنعت عن دفع الزكاة. أنت إزاي هتبقى مسلم وأنت بتدفعش الزكاة؟ يبقى هنا أنا بتكلم عن نوعين من المرتدين. أول نوع عندنا قوم كفروا بعد إسلامهم، بعد إسلامهم، زي مسيلمة الكذاب، زي طليحة الأسدي، زي الأسود العنزي. وعايزك تعرف دول كان التنافس على الزعامة. اكتب كده هنا التنافس على الزعامة. كان نفسهم يبقوا مكان النبي، كان نفسهم يبقوا هم الزعماء لكن ما لقوش الكلام ده. كان نفسهم يبقوا هم الخلفاء، ما لقوش الكلام ده. تاني حاجة قوم ظلوا مسلمين وامتنعوا عن دفع الزكاة. طبعا مستر لو سمحت، هي حركة الردة انتشرت في كل شبه الجزيرة ما عدا مدن الحجاز. على فكرة ممكن تكتب كده لقربها من مقر الحكم. يا جماعة مدن الحجاز كلها قريبة من مقر الحكم المدينة. طب يا مستر لو سمحت، هم ارتدوا ليه؟ ركز بقى انها بتيجي كتير جدا اسباب الرد. في ناس ارتدت بسبب ارتباطها بالرسول. في ناس كانت بتحب الرسول قوي، فلما الرسول توفى سابت الاسلام. تعلق مريض. خلي بالك ابو بكر وقف قال لهم من كان يعبد الله، من كان يعبد محمد فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فالله حي لا يموت. يبقى خد بالك، ده اول حاجه الارتباط بالرسول. ثاني حاجه ضعف ايمان البعض، واكتب جنبها سبب ديني. في ناس ايمانها كان ضعيف. سوء فهم آيات القرآن ده سبب ديني. الحنين للجاهلية، بدأت الناس تشعر يا لما كنا زمان بنشرب الخمر وبنلعب القمار، بقى عندها حنين ترجع زي الأول. التحرر من تكاليف الإسلام. أيوة الإسلام فيه صوم وفيه صلاة وفيه عبادة وفيه زكاة، في ناس عايزة تتحرر من ده. التنافس على الزعامة، وده سبب سياسي. اكتب كده سبب سياسي، ناس عايزة تبقى هم الزعماء. القوة الخارجية، تحريض مثلا المشركين وتحريض الروم. طيب مستر، ممكن تقول لي ايه موقف ابي بكر الصديق من حركة الردة؟ لازم تعرف ان ابو بكر الصديق اعد 11 جيش، وكل جيش فوقيه زعيم، وفوقهم كلهم خالد بن الوليد. طبعا هنا بسبب قدرته السياسية والعسكرية. مستر هي 11 جيش دي ليها دلالة؟ لها دلالة. كثرة عدد المرتدين. فالمرتدين هنا كانوا كتير جدا يا جماعة، بدليل ان هم 11 جيش. ولازم تعرف كان عمر بن الخطاب موقفه كان مختلف عن ابي بكر الصديق. عمر بن الخطاب اشار بلاش نحاربهم حفاظا على الدولة الإسلامية. ابو بكر كان شايف ان احنا لازم نحاربهم حفاظا على الدولة الإسلامية، على الرغم ان هم موقفين متباينين الا ان في النهاية الهدف واحد. بس عايز اوضح نقطة، هنا ما كانش فيه شورى، هنا كان فيه قرار حازم، هنا كان في قوة شخصية. ركز، هنا ما كانش فيه شورى بتيجي في الأسئلة. الشورى ما كانتش في موقف الردة، موقف الردة كان فيه قرار قاطع. لازم تعرف ان في النهاية من نتائج حروب الردة اهو انتصر المسلمين والقضاء على المرتدين، اعادة وحدة القبائل، اتحادنا تاني. ودي نقطة مهمة، اثبات قدرة ابي بكر الصديق. يا جماعة ابو بكر الصديق ده كان اول تحدي ليه. تخيل لو كان انهزم فيه، ثقة المسلمين في القيادة الجديدة هتتهز.
اتاحت الفرصه للمسلمين للاشتراك في معارك. يبقى يهمني تعرف ان دي اسمها حركه الرده. طيب مستر هتكلمني عن ايه؟ اخر حاجه هتكلم معاك فيها هنا في الدرس ده اسمها مبادئ الفتح الاسلامي. بسرعه كده يا جماعه، المسلمين لما كانوا يروحوا يفتحوا اي مدينه كان في 3 اختيارات. اول حاجه يعرضوا على الدوله الثانيه ان هم يسلموا. تاني اختيار خلاص ما تسلموش، خليكوا على الدين بتاعكم، ادفعوا الجزيه. تالت اختيار يلا نتقاتل. يبقى اذا يهمني تعرف ان القتال لم يكن اولويه. اكتب كده، القتال لم يكن اولويه، بدليل ان هو كان رقم 3. يبقى القتال لم يكن اولويه. ولازم تعرف ان كانت في وصايا من النبي للفاتحين. النبي كان يقول لهم لما تروحوا تفتحوا مدينه لا تغيروا عليهم ليلا، لا تحرقوا شجره، يبقى ده حفاظ على الموارد، لا تقربوا رهبانا تفرغوا للعباده، لما تلاقي راهب بيصلي ما تروحش تعتدي عليه، يبقى هنا احترام للحريه الدينيه. لا تقتلوا شيخا او طفلا او امراه، احترام لحقوق الانسان. يبقى خد بال حضرتك، القتال لم يكن اولويه. يبقى خد بالك في عندي هنا حاجتين ضد بعض، الفتح ضد الغزو. الغزو اللي بيعملوا الكلاب الصهاينه اللي حوالينا، اللي يدخلوا على الامنين وعلى على المسالمين وعلى الاطفال ويروحوا مقتلين ومدمرين. ده يا جماعه ده الكلاب، هو ده يعني. ويجي بقى زي ما تيجي في الفيديو يبوظ ما يبوظش، يتمسح ما يتمسحش، يعني ياخد حظر، مش مهم. هم دول الكلاب. هو ده الغزو، هو ده الاحتلال، هو ده الاعتداء. اما الفتح لا، الفتح القتال لم يكن فيه اولويه. يبقى يهمني تعرف ان القتال لم يكن اولويه للمسلمين. وده كده الدرس بتاعنا. تعالى برضو ننتقل لدرس جديد. تعالى بقى اتكلم معاك عن درس الفتوحات الاسلاميه في عهد الخلفاء الراشدين. لازم تعرف ان انا عندي 4 خلفاء راشدين: ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب. عايزك تعرف ان اول 3 كان فيهم فتوحات اسلاميه، لكن في عهد علي بن ابي طالب توقفت الفتوحات بسبب الانقسامات الداخليه. اكتب بعد اذنك كده. يبقى كان عندي انقسامات داخليه في الدوله الاسلاميه في عهد علي بن ابي طالب. طب يا مستر هتكلمني عن ايه؟ هكلمك هنفتح مين؟ فتح العراق، فتح بلاد فارس، فتح بلاد الشام. هنتكلم واحده واحده كده. فتعالى كده ابدا معاك اول حاجه بفتح بلاد العراق. قبل ما اشرح كده عايزك تعرف ان العراق اتفتحت على مرتين. المره الاولى او نصها في عهد ابي بكر الصديق، والنص الثاني في عهد الخليفه عمر بن الخطاب. يبقى معلوماتك كده لازم تعرف ان العراق اتفتحت على موجتين. الموجه الاولى في عهد ابي بكر الصديق وكان القائد خالد بن الوليد، وفي عهد عمر بن الخطاب وكان القائد سعد بن ابي وقاص. يبقى خد بالك العراق اتفتحت على مرتين. بتيجي في الاسئله يا جماعه. انا مش هدفي الشرح، هدفي احط لك نواتج التعلم دلوقتي. طيب مستر هتكلمني عن ايه؟ اتكلم معاك عن فتح بلاد العراق. اول حاجه هتكلم عليك اهو معاك، هتكلم عن معركتين: معركه اسمها القادسيه ومعركه الثانيه اسمها فتح المدائن. ممكن اعرف يا مستر معركه القادسيه دي كانت في عهد مين؟ بص كانت 15 هجريه، يعني في عهد عمر بن الخطاب. وطالما عمر بن الخطاب على طول هعرف ان هنا القائد سعد بن ابي وقاص. مستر ايه سببها؟ السبب يا جماعه ان المسلمين كانوا واخدين نص العراق، راح الفرس عملوا هجمه وخدوا النص بتاع المسلمين. راح المسلمين لك طب خلاص مش عاجبكم ان احنا نعيشوا مع بعض نص بنص، يلا هنعمل بقى حرب وهناخد منكم الارض كلها. يبقى بص السبب ايه؟ الهجوم المضاد من الفرس واسترداد ما اكتسبه خالد بن الوليد. يبقى خد بالك كانت الارض اهي نص كده في يد المسلمين والنص الثاني في يد الفرس. هم عملوا هجمه خدوا الارض بتاعت المسلمين، قال لك طب يلا نعمل بقى احنا كمان حرب وناخد الارض كلها. انا يهمني تعرف ان في معركه القادسيه انتصر المسلمين. ركز بقى في الحته اللي جايه دي قوي. ولما انتصر المسلمين اخدوا حته الارض الثانيه، صح؟ اخدوا حته الارض. انت طبعا عارف ان اي بلد بتنتصر على بلد بتاخد اراضيها. فانتقلت الحدود الاسلاميه بين الدوله الاسلاميه والدوله الساسانيه الفرس الى جبال اسمها جبال زاجرس. يبقى ركز بقى معايا، ركز كده معايا، ركز بعد اذنك. ان الحدود انتقلت لجبال اسمها جبال زاجرس. ايوه يا جماعه، يعني لو الدوله الاسلاميه كانت هنا والساسانيه هنا، احنا بقى خدنا الاراضي بتاعتهم، فهنا انتقلنا لحد جبال اسمها جبال زاجرس. يبقى استنى اكتب كده عند جبال زاجرس ده اسمه حد طبيعي، حدود طبيعيه بتاخدوها في الجغرافيا. يبقى خد بالك لما يقول لك انه حرب من الحروب اللي انتقلت فيها الحدود بين الدوله الاسلاميه ودوله الفرس لحدود طبيعيه، على طول هتكتب لي القادسيه. حدود طبيعيه، فواصل طبيعيه، يبقى انا بتكلم عن جبال زاجرس اللي في معركه القادسيه. تعال اتكلم معاك عن المعركه الثانيه اللي هي اسمها معركه فتح المدائن، ودي كانت في 16 هجريا. استنى، دي 15 ودي 16. الله، ده واضح ان الروح المعنويه للمسلمين مرتفعه. ايوه،
وفعلا المسلمين قال لك طالما انتصرنا يلا نكمل. يبقى كانت الهدف الاساسي الرغبه في استكمال الفتح ونشر الدين الاسلامي. ركز، المسلمين طالعين من هنا منتصرين، طب يلا نكمل. وبرضه المعركه دي كانت بين المسلمين بقياده سعد بن ابي وقاص وبين الفرس، كسرى الفرس بتاعهم، كسرى اللي هو الملك بتاعهم. عايزك تعرف ان في المعركه دي سعد بن ابي وقاص حاصرهم فهربوا، كسرى هرب وكل الرجاله اللي معاه هربوا، وسعد بن ابي وقاص نزل للقصر الابيض بتاع كسرى الفرس واستولى على الغنائم واتخذ القصر ده مصلى، وخد الغنائم ارسلها للخليفه عمر بن الخطاب في المدينه. يبقى استنى، سعد بن ابي وقاص هنا كان عفيف النفس. ليه كان عفيف النفس؟ بدليل يا مستر انه ما اخدش حاجه لنفسه، وادى كل حاجه لعمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب في موقف كده اظن اغلبكم عارفين ان خد اساور كسرى واداها الملك ابن سراقه، لان الرسول كان وعد ملك ابن سراقه انه هيديله سواري كسرى. يبقى هنا في وفاء بالعهد. وانت مغمض لما اكلمك عن الوفاء بالعهد افتكر اني بتكلم عن معركه فتح المدائن. طيب دول المعركتين اللي مع العراق. تعالى بقى نتكلم عن معركه في بلاد الفرس نفسها. خلي بالك اوعى تنسى ان العراق كانت بتسيطر عليها من الفرس. فاكر دولة الحيرة، مملكة الحيرة كانت بتتبع المملكة الساسانية. طب احنا عايزين نتكلم بقى عن فتح أراضي الفرس نفسهم، بلاد الفرس نفسهم. فأنا هكلمك عن واحدة من أهم المعارك اللي بتعتبر بعدها انتهى وجود دولة الفرس وتسيطر عليها سيطرة تامة، معركة نهاوند. ومعركة نهاوند اهي كانت دي أهم الفتوحات اللي في عهد الفاروق عمر بن الخطاب، وكان القائد النعمان بن مكرن المزني. بص يا فجأة مستر ليه مش سعد بن ابي وقاص؟ ايوه هتعرف دلوقتي ان النعمان بن مكرن كان عنده قدره على مواجهه الحشود. يعني عمر بن الخطاب اختاره لانه اقوى في مواجهه الحشود. يبقى انا هنا بعتمد على اهل الكفاءه، اهل التخصص. الموضوع مش بالهوى وبالحب. يبقى لما يكلمك عن النعمان بن المكرن هتقول لي بسبب ايه؟ انه اهل الكفاءه. طيب ودارت المعركة، وهنا حاول يزدجرد الثالث ملك الفرس حضرتك انه يجمع انصاره ضد المسلمين. حاول يجمع كل حد، يلا يا جماعة تعالوا احشدوا معايا، يلا يا جماعة تعالوا ساعدوني. يبقى هنا تمت التحالفات. ولازم تعرف ان هم تحصنوا في نهاوند وحفروا الخنادق. خلي بالك حفر الخنادق ديت استخدمها المسلمين قبل كده. طب يا مستر النتيجة؟ يا حبيبي النتيجة اهو، النتيجة حضرتك اهو، النتيجة حضرتك اهو. تحطمت دولة الفرس وسقطت في يد المسلمين، لكن يزدجرد الثالث ده هرب، وهتعرف انه هيتم قتله بعد كده في عهد عثمان بن عفان تقريبا 31 هجريا تقريبا يعني. يبقى لازم تعرف حضرتك يزدجرد الثالث هو كان القائد في معركة نهاوند لكنه لم يقتل في معركة نهاوند. اقول معلومة بسرعة، هنا تم السيطرة على كل دولة الفرس صح؟ دي أول مرة يتسيطر عليها. لكن بعد وفاة عمر بن الخطاب في بعض المدن تمردت على المسلمين، زي مثلا مدينة خراسان. لا مش فاهم يا مستر نادر حبيبي، خراسان دي كانت تم السيطرة عليها في عهد عمر بن الخطاب. ما هي كل دولة الفرس اتسيطرت عليها، بس بعد وفاة عمر بن الخطاب خراسان دي تمردت. راح رجع فتحها مين؟ فتحها عثمان بن عفان مرة تاني. يبقى استنى، بعض الدول تمردت وتم فتحها مرتين، يبقى على طول عقلي بيجيب خراسان. يبقى خراسان مرتين اتسيطر عليها، مرة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ثم تمردت، وبعد كده مرة في عهد عثمان بن عفان. دي كده فتوحات بلاد الفرس وبلاد العراق. طب تعالى بقى ننتقل بعد كده لفتوحات ايه؟ نتكلم عن فتوحات بلاد الشام. وعايزك تعرف قبل اي حاجة، اول من فكر فتح بلاد الشام كان الرسول نفسه، واعد جيش بقيادة اسامة ابن زيد، لكن الرسول توفى قبل ما يقوم بارسال الجيش ده. فابي بكر الصديق بعد كده هيكمل ما اراده الرسول. يبقى خد بالك لما يقول لك اول من فكر مش اول من فتح، اول من فكر كان النبي نفسه. فتعالى كده نتكلم عن فتوحات بلاد الشام. تعال نستكمل كده فتوحات بلاد الشام اهو يا سيدي. زي ما انت شايف كده انا بقول لك اهو في الملاحظات الجميله دي، اول من فكر فتح الشام كان النبي الكريم نفسه. اعد جيش بقياده اسامه ابن زيد لكنه لم يرسله، لكن بعد حروب الرده في عهد ابي بكر الصديق ارسل 4 جيوش واجهوا الروم
والروم هنا قاوموا مقاومه صعبه جدا. عشان كده ابي بكر الصديق كان في التوقيت ده كان باعت، ابو بكر الصديق كان باعت خالد بن الوليد لفتح العراق. فراح ابو بكر الصديق طلب من خالد بن الوليد سيب العراق وارجع حارب الروم في الشام. ركز. تعالى بقى نتكلم ايه المعارك اللي هناخده اول حاجه معركه اليرموك، ودي مهمه جدا، ثم هكلمك عن فتح اجنادين، ثم هكلمك عن صلح وفتح بيت المقدس. فتعالى كده نتكلم اول حاجه عن معركه اليرموك. ايه المعركه دي يا جماعه؟ بقياده المسلمين ضد الروم، والقائد كان ابو بكر الصديق، كان هو الخليفه، القائد خالد بن الوليد. لازم تعرف هنا ان هرقل كان هو ملك الروم، وهرقل ده قاوم المسلمين، وفي النهايه انتصر المسلمين بقياده خالد بن الوليد. انا يهمني تعرف المقوله بتاعت هرقل. لازم تعرف هنا ان كانت في مقوله هرقل لما قال عليك السلام يا سوريا. هرقل بعد ما انهزم في الشام سوريا بص على سوريا كده، عليك السلام يا سوريا. يبقى اي مره يكلمك عن مقوله هرقل هتقول لي ده قالها ليه؟ ادراك لاهميه الشام، اهميه سوريا. طيب مستر انا شايفك كاتب كلمه الشورى في اليرموك. هتعرف ان عمرو بن العاص اشار على خالد بن الوليد والجيش ان هم يعسكروا عند نهر اليرموك. يبقى هنا في ذكر للشورى. اتكلمنا على الشورى مره في غزوه مؤتة، اتكلمنا على الشورى مره لو انت فاكر، اتكلمنا تاني مره في اختيار خليفه المسلمين، وادي ثالث مره بنتكلم عن الشورى. يبقى ركز بعد اذن حضرتك. يبقى معركه اليرموك انتصر فيها المسلمين وتم السيطره على الشام. وما تنساش المقوله بتاعه هرقل. انا جايه اقول لكم ان انا بحبكم بحبكم بحبكم، رغم ان انتوا بتشغلوني على الاكس 2، بس برضو بحبكم. وادي بوسه من تيتا اهي. طيب يا مستر هتكلمني عن ايه؟ عايز اقول معلومه كده مش موجوده في الكتاب. ليه دايما بلاد الشام مهمه؟ اكتب كده دايما بلاد الشام مهمه لانها مدخل لفتح بيت المقدس. اللي بيسيطر على الشام بيسيطر على بيت المقدس. طيب تعالى اتكلم معاك عن فتح اجنادين. برضه فتح اجنادين يا جماعه كان بقياده المسلمين اهم، المسلمين ضد الروم. وهنا كان الارطبون ده هو القائد بتاع الروم، وهتعرف انه هيطلع هربان. انتصر المسلمين وهرب الارطبون الى بيت المقدس. يبقى بص، انتصر المسلمين وهرب الارطبون لفين؟ لبيت المقدس. فتعالى بقى نتكلم عن فتح بيت المقدس. عمرو بن العاص خد المسلمين وراح لحد بيت المقدس. عمرو بن العاص يبقى انا بتكلم في عهد عمر بن الخطاب. حاصر بيت المقدس، الارطبون هرب. دلوقتي بيت المقدس بلا حمايه. خرج بطريرك اسمه البطريرك سوفرونيوس، بطريرك مسيحي، طلب من عمرو بن العاص قال له احنا مش عايزين نتحارب، انا عايز ادفع الجزيه واحافظ على بلدي، بس انا هسلم، ركز بقى في الحته دي بتيجي فيها اسئله كتير، انا هسلم بيت المقدس للخليفه. لما يجي يقول لك اشمعنى بيت المقدس تتسلم للخليفه، على طول هتكلمني لاهميتها الدينيه. على طول يا جماعه وانت مغمض الاهميه الدينيه. لازم تعرف ان بيت المقدس مهمه للمسلمين ومهمه لليهود ومهمه للمسيحيين ومهمه للكل. عشان كده البطريرك سوفرونيوس طلب انه يسلمها للخليفه للاهميه الدينيه. ولازم تعرف ان عمر بن الخطاب احتراما للاهميه الدينيه خرج لاول مره، اسمع لاول مره يسيب المدينه وخرج عشان يستلم بيت المقدس، وعمل عهد اسمه عهد الامان. عمل صلح مع اهل إلياء. اهل إلياء يا جماعه اللي هم اهل بيت المقدس، أمنهم على كنائسهم وعلى صلبانهم وعلى دينهم وعلى أرواحهم. ده في مرة من المرات، أنا بقول بسرعة عشان ننجز بس، عمر بن الخطاب كان عايز يصلي وهو بيزور كنيسة القيامة. البطرك سوفريوس قال له صلي مكانك، قال له لا، لكي لا يتخذها المسلمين سنة من بعد. يقول لك ده المكان اللي صلى فيه عمر بن الخطاب فإحنا عايزين نصلي هنا. لا، يبقى خد بالك في احترام للشرائع واحترام للعقيدة الدينية. أوضح نقطة، مش ده بيتشابه مع وصايا النبي؟ الله يا مستر على الربطة الجميلة دي. هو مش النبي يا حبايب قلبي وصى الفاتحين لا تغيروا على الرهبان، احترموا شرائعهم الدينية؟ يبقى خد بالك هنا ده بيتفق مع وصايا النبي، يبقى ده صلح. اوضح نقطة، طالما صلح يبقى دفعنا الجزية. ولو جه سألك قال لك هو كان عنده رغبة في ايه البطرك سوفرينيوس؟ قال الحفاظ على الارض والحفاظ على الامان، ما عندوش رغبة في دفع الجزية. دفع الجزية هو هيضطر يدفع يا جماعة، ما حدش بيبقى عنده رغبة في دفع الجزية. انا عندي رغبة في الحفاظ على نفسي والحفاظ على امني وامان البلد. طيب
هتكلم معاك بعد كده في الاخر عن فتوحات شمال افريقيا، هكلمك عن مصر وتونس والكلام ده. فلازم تعرف ان مصر هناخدوها بالتفصيل الترم الجاي، فتحها عمر بن الخطاب، وطبعا كان القائد عمرو بن العاص، وهيبقى هو ولي مصر بعد كده. وهتعرف دي قصه طويله هنتكلم عنها بالتفصيل. ثم بعد كده بلاد النوبه، بوضح لحضرتك نقطه مهمه. بلاد النوبه حاولنا نفتحوها، حاول المسلمين يفتحوها بالقتال، ما قدروش في عهد عمر بن الخطاب، لكن تم فتحها بالصلح في عهد عبد الله بن سعد بن ابي السرح. خد بال حضرتك، عبد الله بن سعد عمل صلح مع اهل النوبه اسمه صلح البقط. طب لو جه قال لك صلح يبقى دفعوا الجزيه، طب عملنا الصلح ليه؟ عشان نأمن الجهه الجنوبيه. خد بالك، ركز، الجهه الجنوبيه. ثم بعد كده عندي فتح اسمه فتح سبيطلة تونس، وهتعرف برضو ان في فتح سبيطلة كده جالهم المدد من الدولة الإسلامية بقيادة عبد الله الزبير بن العوام. لازم تعرف ان هنا كان في شورى. هتعرف هنا ان المسلمين استأذنوا الخليفة فتح سبيطلة. يبقى خد بال حضرتك، لما يكلمك عن الشورى والمدد يبقى انا بتكلم عن فتح سبيطلة لما جالهم المدد من المدينة بقيادة الزبير بن العوام. ده كده بالنسبة للدرس اللي بيتكلم عن الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين. مش طول أكتر من كده فيه، يلا ننتقل لدرس جديد. تعال أكلمك عن فتح سبيطلة اللي هي تونس. وهتعرف إن فتح سبيطلة استأذن القادة المسلمين، استأذنوا الخليفة عثمان بن عفان، قال له إحنا عايزين نفتح سبيطلة. خد بالك، طالما استئذان يبقى أنا بتكلم عن مبدأ الشورى. ولازم تعرف إن القائد هنا كان اسمه جرجريوس، ده كان قائد الروم، واجه مواجهة قوية وتم قتله. يبقى ركز كده معايا. ولازم تعرف ان كان المسلمين هيخسروا الا لما جالهم المدد من المدينة بقيادة عبد الله بن الزبير. ركز ها. يبقى لما اكلمك عن فتح سبيطلة افتكر كلمتين، معلومتين مهمين جدا: معلومة الشورى والاستئذان، ومعلومة المدد الذي اتى من المدينة. ده كده الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين. اتكلمنا في عهد عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق وعثمان بن عفان. اوعى تنسى إن الفتوحات توقفت في عهد علي بن أبي طالب بسبب الانقسامات الداخلية. تعال بقى ننتقل بعد كده لدرس جديد، وهو الفتوحات الإسلامية في عهد الدولة الأموية. تعال بقى أكلمك عن الفتوحات في عهد الدولة الأموية. وقبل أي حاجة لازم تعرف إن أقصى اتساع وصلت له الدولة الإسلامية هو في عهد الدولة الأموية. يبقى أول معلومة عايزين نعرفها كده، أقصى اتساع. طبعا الدولة الأموية بتنسب إلى معاوية بن أبي سفيان. أمية أنا بتكلم عن الجد الأكبر بتاع معاوية. طيب مستر هتكلمني عن إيه بسرعة كده؟ عايزين نمر على أهم المعلومات اللي تساعدني على الحل. أنا مش عايز شرح تفصيلي، بس مش عايز معلومة تجيلي في الامتحان ما سمعتهاش. أول حاجة هكلمك عن إن المسلمين في عهد الدولة الأموية وصلوا إلى بلاد السند. وبلاد السند دي يا جماعة دي مدخل للقارة الهندية، جنب الهند كده، مدخل لشبه القارة الهندية. يبقى أول حاجة لازم تعرف إن هي مدخل للهند. كان القائد اسمه محمد بن قاسم الثقفي لحد ما وصل لمدينة اسمها الملتان. أنا كل اللي يهمني تعرف إن بلاد السند هي مدخل لشبه القارة الهندية. ثم بعد كده عندي بلاد ما وراء النهر. بتكلم على فكرة ما وراء النهر الحتة بتاع كازاخستان والكلام ده، مش بتكلم عن بلاد ما بين النهرين. اوعى تبقى بخيل وما تدعليش في الكومنتات، اوعى. بلاد ما وراء النهر انا بتكلم هنا عن ايه؟ بتكلم ان وصلنا ليها على يد قتيبة ابن مسلم. وصلنا على يد قتيبة ابن مسلم، وصلنا للصين وهنا عملنا صلح. استنى، يعني ملك الصين طلب الصلح، يبقى على طول انا بتكلم هنا عن دفع الجزية. عايزين نحلل الكلام. لا مش كده وبس يا جماعة، وعايزين نعرف ان القتال لم يكن أولوية. ركز بعد إذنك ها. ما هو لو القتال أولوية ليه نقبل الصلح؟ احنا منتصرين، وصلنا عند حدود الصين. طيب بعد كده هكلمك عن فتوحات آسيا الصغرى. آسيا الصغرى انا بتكلم هنا عن الحتة بتاعة تركيا، ودي كانت في ايد الروم. مبدئيا لازم تعرف ان معاوية بن ابي سفيان ادرك ان الخطر الاساسي للدولة الاسلامية هي الروم، وفي شوية دول ما بين اراضي المسلمين واراضي الروم اسمها مدن الصغور، اقليم الصغور. الحتة دي خطر، اللي يسيطر عليها يبقى كاشف الدولة التانية. بص اهو، ادي دولة وادي دولة، اللي في النص دول هي دي اسمها اقليم الصغور. معاوية بن ابي سفيان عمل ايه؟ اهو بص، اول حاجة عمل قلاع عند اقليم الصغور، عمل مواني، وعمل نظام اسمه نظام الصوائف والشواتي. ودي بيجي فيها اسئلة كتير. مستر ايه نظام الصوائف والشواتي؟ يا جماعة حط جنود في الصيف يتغيروا بجنود تاني في الشتاء، يبقى ده اسمه نظام استطلاع.
اقول معلومه ممكن تكتبها دلوقتي، النظام ده كمل بيه العباسيين لانه كان نظام ناجح. يبقى لما يقول لك ليه العباسيين كملوا نظام الصوائف والشواتي، هتقول لي نظرا لجدوى هذا النظام. بعد اذنك اكتب المعلومات دي. طيب مستر هتكلمني عن ايه؟ بقول لك برضو ان معاويه بن ابي سفيان حاول يفتح القسطنطينيه. لازم تعرف برضو معلومه ان المسلمين على مدار التاريخ حاولوا يفتحوا القسطنطينيه وقت كتير جدا، لكنها كانت عصيه لحد ما جه محمد الفاتح تقريبا 1453 او 52، التاريخ بس مش في ذهني دلوقتي. لازم تعرف ان جه وفتح القسطنطينيه. يبقى لازم تعرف ليه القسطنطينيه كانت صعبه، ليه القسطنطينيه كانت عصيه. قال لك اول حاجه المناخ بتاعها، تعرف ان الكلام ده هيتكرر، مناخها صعب برد، والمسلمين متعودين على الحر بتاع شبه الجزيره. تاني حاجه الموقع بتاعها كان موقع حصين. التحصينات بتاعتها كانوا حاطين ابراج عاليه، الابراج دي بيقفوا كده فيها شايفين كل حاجه. اقول معلومه مش في الكتاب، الابراج عاليه واقفين فوقيها، اذا محدش هيعرف يفاجئنا لان احنا شايفين كل حاجه. ممكن تكتب كده الابراج الحصينه في القسطنطينيه منعت عنصر المفاجاه، محدش عارف يفاجئنا، احنا شايفين كل حاجه. بعد كده التقدم العلمي، كانوا بيستخدموا نار اسمها النار الاغريقيه بتحرق اي حاجه، كانوا شاطرين علميا. برضو عايزك تعرف تفشي الامراض زي الجدري في التوقيت ده. طيب مستر هتكلمني عن ايه؟ هكلمك عن فتوحات بلاد المغرب العربي. استنى المغرب، تونس والجزائر وليبيا والكلام ده. اول حد هكلمك عنه عقبه بن نافع اللي وصل لحد برقه في ليبيا، لكن ما كملش لانه توفى في معركه تهوده. يبقى خد بالك اول قائد هنا عندي عقبه بن نافع. ثم بعد كده عندي حسان بن النعمان فتح افريقيا تونس. ركز، فتح افريقيا تونس حسان بن النعمان. وخد بالك عمل ميناء اسمه ميناء تونس. يبقى لما يجي يقول لك ليه اهل تونس بينسبوا الفضل دايما لحسان بن النعمان، لانه هنا عمل لهم ميناء اسمه ميناء تونس، وراح استعان باقباط مصر عشان يعملوا الميناء. ليه؟ لان كان عندهم خبره. يبقى ممكن تكتب كده استعانه بالاقباط على يد حسان بن النعمان، دليل على استعانته باهل الخبره. ولازم تعرف انه سيطر على البربر اللي كانوا عايشين في تونس، وكانت القائده بتاعتهم اسمها الكاهنه. يبقى هنا قضى على عنصر نسائي. بعد اذنك لما يجي في الامتحان يقول لك مين اللي واجه قاده نسائيين، هتقول لي حسان بن النعمان. ادعي لي في الكومنتات يا بخيل، ادعي لي في الكومنتات يا بخيل، انا هلخص لك المنهج كله. حسان بن النعمان. ثم بعد كده عندي موسى بن نصير، وموسى بن نصير كمل برضه في المغرب العربي لحد ما وصل للساحل الافريقي كله. وصل لمدينه اسمها سبته. استنى، وفي سبته عملوا صلح يبقى دفعنا جزيه. بس ركز، في سبته هنقابل قائد اسمه القائد يوليان. القائد يوليان قال لموسى بن نصير يا عم ما تقتلنيش، في المقابل انا هساعدك تفتح الاندلس. يبقى ممكن تكتب بقى كده موسى بن نصير مين اللي وعده؟ قائد سبته يوليان بفتح الاندلس. يبقى عدو صديقي. هتعرف ان اصلا يوليان بتاع سبته ما كانش بيحب بتوع الاندلس، فهو هيتفق مع موسى بن نصير مش عشان سواد عينيه، لا، عشان يطلع بتوع الاندلس. يبقى خد بالك من الحته دي، التحالف اللي ما بين موسى بن نصير وولي سبته ضد الاندلس هيكلمك ان هي الحته بتاعت عدوي صديق. برضه لازم تعرف ان موسى بن نصير لما هنا وصل وحد العرب مع البربر، يعني خلى منهم المواطنه. العرب والبربر بقوا ايد واحده، صح؟ دي اسمها المواطنه. هم كانوا عايشين في الحته ديت، كانوا عايشين في المغرب العربي، كانوا عايشين في تونس، وكانوا عايشين في الجزائر، وكانوا عايشين في المغرب. ولازم تعرف ان التوحيد ما بين العرب والبربر اسمه المواطنه، وخلى البربر كمان يشاركوا في فتوحات الدوله الاسلاميه. هتعرف برضو ان موسى بن نصير فتح عده جزر في البحر المتوسط، زي جزيره صقليه، زي جزيره سردينيا، زي جزر البليار. دي كلها جزر في البحر المتوسط. يبقى يهمني تعرف في المغرب العربي اتكلمنا عن 3 قاده: عقبه بن نافع، حسان بن النعمان، موسى بن نصير. عقبه بن نافع ليبيا، حسان بن النعمان تونس، موسى بن نصير اتكلمنا بقى في كذا حاجه. انا يهمني بس تعرف لما يقول لك بينسب الفضل لمين في تونس، على طول ذهنك يجيب حسان بن النعمان. طيب مستر هتكلمني عن ايه؟ هكلمك عن فتح الاندلس بسرعه كده. فتح الاندلس، انت عارف ان موسى بن نصير مين اللي وعده ان هو هيساعده؟ يوليان قائد سبته. الاثنين دولت هيفتحوا مين؟ عايزين يفتحوا فتح الاندلس. لازم تعرف ان موسى بن نصير استأذن الخليفه، قال له انا عايز افتح الاندلس. الخليفه كان خايف على القاده وكان خايف على الرعيه بتاعته، قال له بلاش تفتح الاندلس مره واحده، ان انت هتبقى عارف كده ما بين سبته
وما بين الاندلس في مضيق اسمه مضيق جبل طارق، فالخليفه خاف ان هم ينزلوا في البحر ده يموتوا. يبقى لما يكلمك عن موقف الخليفه من عدم مجازفته، يبقى هنا بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن خوفه على الرعيه. ولازم تعرف ان في النهايه تم فتح الاندلس. يبقى خد بال حضرتك، انا بتكلم هنا الاهتمام بالرعيه، ما تنساش الحته دي. ها، ما تنساش برضو ان هنا كان في صدق نوايا حاكم سبته. ايه ده يا مستر؟ يعني يوليان حاكم سبته ساعد المسلمين؟ ايوه، مش سواد عينيهم، لان هو كان عايز يخلص اهل الاندلس، لان هو كان ماسك الاندلس فاتاخدت منه. لازم تعرف برضو ان القائد كان اسمه طارق بن زياد، هو اللي قاوموا هناك الكوت اللي هم الناس اللي عايشين في الاندلس، واتقابلوا في موقعة اسمها شزونة. يبقى خد بال حضرتك طارق بن زياد هو اول واحد يحارب في الاندلس. طيب معركة شزونة انتصر فيها المسلمين ودخلوا معظم بلاد الاندلس، ركز مش كل البلاد. يبقى طارق بن زياد اول واحد يدخل الاندلس. بص مين اللي هيكمل وراه؟ هيكمل وراه موسى بن نصير، هيدخل اراضي تانية في الاندلس. يعني طارق بن زياد خد اراضي، وموسى بن نصير هياخد اراضي زي اشبيليه. وبعديهم هيكمل عبد العزيز بن موسى وهيفتح شرق الاندلس. الله، يعني طارق بن زياد وموسى بن نصير وعبد العزيز كل واحد خد حته من الاندلس. ده بيدل ان احنا عايزين نستكمل فتح الاندلس. الحته الوحيده اللي فضلت عاصيه على المسلمين هي الجزء الشمالي الغربي في الاندلس، لان كان السبب بتاعها جغرافي ومناخ. المناخ بتاعها صعب والطريق بتاعها كله وعر. ما يفكركش هنا فتح القسطنطينيه برضو المناخ بتاعها صعب والجغرافيا بتاعتها كانت صعبه. يبقى خد بالك هنا، اكتب يتشابه الشمال الغربي للاندلس مع عدم فتح القسطنطينيه في الاسباب، اللي هو السبب الجغرافي والسبب المناخ. طب يا مستر المسلمين دخلوا الاندلس، دخلوا معظم الاندلس. طب ممكن تقول لي النتائج؟ اهو اول حاجه نقلنا العاصمه لقرطبه، نقلناها لقرطبه. يبقى خد بالك دي نتيجه سياسيه. ضربنا العمله، نتيجه اقتصاديه باسم المسلمين. نشرنا الدين الاسلامي، نتيجه دينيه. اقمنا اصلاحات اداريه ومنشات، نتائج اداريه. قضينا على نظام الطبقات اللي هو نظام العبوديه، الفلاحين كانوا عبيد، احنا حررناهم، نتائج اجتماعيه. حريه ممارسه الشعائر لغير المسلمين، نتيجه دينيه. حريه الاحتكام في القضاء لغير المسلمين لشعائرهم. يعني لو واحد مش مسلم عايز يحتكم لدينه انت حر. يبقى خد بالك انا بتكلم عن فتح الاندلس. ما تنساش لو جه قال لك ليه مش واحد بس اللي فتح، عشان نستكمل كل الفتح. لما يجي يقول لك ليه موسى بن نصير خد طريق مغاير لطارق بن زياد عشان نسرع فتح الاندلس، ما انا خدت طريق وانت خدت طريق نخلص في المكانين. ثم بعد كده اتكلمنا عن نتائج فتح الاندلس وخلصناها. اما اخر حاجه هكلمك عليها، هكلمك في الفتوحات الاسلاميه في عهد الدوله الامويه لحد في ما وصلنا الى جنوب فرنسا. مستر احنا وصلنا لحد بلاد الفرنجة. عايزك تعرف ان من اشهر القاده اللي وصلوا الى جنوب فرنسا وخدوا جنوب فرنسا كله كان اسمه عبد الرحمن الغفقي. عايزك تعرف برضه ان عبد الرحمن الغفقي خد معركه اسمها معركه بلاط الشهداء، ودي معركه مهمه جدا جدا جدا. لازم تعرف ان في المعركه دي اتجمع على عبد الرحمن الغفقي مين؟ واحد اسمه الدوك اكوتين، استنجد بواحد اسمه شارل مارتل، واستنجدوا بالبابا بتاع روما، واستنجدوا بكل القبائل وتجمعوا ضد المسلمين، ودارت معركه اسمها معركه بلاط الشهداء. ركز بقى، معركه بلاط الشهداء. في المعركه دي قتل عبد الرحمن الغفقي. هو كان غلطان غلطه بس كده في نشر قواته، لما نشر قواته في كل جنوب فرنسا فالقوات اتفتتت. فهنا قتل عبد الرحمن الغفقي وتم استرداد جنوب فرنسا على يد بلاد الفرنجة، والسبب الاساسي التحالفات اللي هم عملوها. يبقى ما تنساش ان معركه بلاط الشهداء كانت في فرنسا، ولازم تعرف ان المعركه دي تم استرداد اراضي الفرنجة خدوها بسبب التحالف اللي عمله. ده كده يا سيدي الفتوحات الاسلاميه في عهد الدوله الامويه. زي ما انت شايف الموضوع بسيط جدا، حاولنا نلم كل حاجه من غير ما نوقع معلومه. فكرك تاني لو ما كتبتليش في الكومنتات دعوتك، يعني انا مش مسامحك خالص خالص خالص. يلا بينا ننتقل لاخر حاجه، الفتوحات الاسلاميه في عهد الدوله العباسيه. اخر حاجه هكلمك فيها الفتوحات الاسلاميه في عهد الدوله العباسيه. ولازم تعرف ان الدوله العباسيه هي الوريث الشرعي للدوله الامويه، خدت منها ميراث كبير جدا، ميراث كبير في البحر وميراث كبير في الارض، خدت دول كتير جدا. ولازم تعرف بسبب كبر الدوله العباسيه هم استحدثوا نظام، اسمع كده، استحدثوا نظام، ده نظام سياسي، يبقى تغير سياسي. نظام اسمه نظام الدول المستقلة. مستر هو يعني ايه كلمة دول مستقلة يا حبيب قلبي؟ كلمة دول مستقلة يعني مثلا الخليفة العباسي راح لولي مصر قال له بص اعمل دولة وانت مستقل، بس
تخضع وتدين بالولاء للدوله العباسيه، بس خد قراراتك بنفسك من غير ما ترجع لنا. ليه؟ الدوله كبيره، لو كل قرار هنرجع للدوله العباسيه في المقر بتاع الدوله العباسيه مش هنعرف نقود الدوله. وخد بالك الدوله العباسيه مرت بمرحلتين. الدوله العباسيه مرت بمرحلتين. المرحله الاولى او العصر العباسي الاول كان عصر القوه، وهنا كانت الدوله العباسيه مسيطره على الدول المستقله، يبقى كانت في سيطره، كان في ولاء. لكن في العصر العباسي الثاني ده اول 100 سنه. لكن في العصر العباسي الثاني عايزك تعرف ان الدوله العباسيه كانت ضعيفه، فما كانش فيه ولاء. يعني بالبلد اللي كان بيعمل دوله مستقله هنا مش هرجع للخليفه العباسي في حاجه، انا ما بدينش بالولاء، انا مستقل عنه تماما. يبقى خد بالك انا بتكلم عن عصرين. اي مره تاني بقول لك دوله مستقله بتدين بالولاء يبقى اكيد الدوله العباسيه قويه. دوله مستقله في السؤال يقول لك لا تدين بالولاء يبقى دوله عباسيه يبقى الدوله العباسيه ضعيفه. طيب تعالى اكلمك عن اول فتوحات عندنا، فتوحات بلاد المشرق. اهو اول حاجه هنتكلم عليها فتوحات بلاد المشرق. اقول معلومه كده معلومه سريعه. لازم تعرف ان العباسيين اعتمدوا على الفرس في الفتوحات بتاعت بلاد المشرق. ما هم الفرس دخلوا الاسلام، يبقى خد بالك اعتمدنا على الفرس. هقول ملحوظه مش في الكتاب خالص. الفرق ما بين الامويين والعباسيين اكتب كده. الامويين اعتمدوا على القاده العرب موسى بن نصير وطارق بن زياد، لكن العباسيين اعتمدوا على الفرس زي ابو مسلم الخراساني. طب ممكن تقول لي مستر نادر بعد اذن حضرتك مين من الدول المستقله اللي كانت في بلاد المشرق؟ بص، كان عندي الدوله الطاهريه دي في العصر العباسي الاول، عصر القوه، وخد بالك دي الدوله الاقدم. وكان عندي الدوله السفريه ودي الدوله الاقصر، قعدت فتره قليله وكانت في العصر العباسي الضعف، يعني بالبلدي دي ما كانتش تابعه بالولاء. وعندي الدوله السمانيه ودي الدوله الاطول في الزمن ودي كان في العصر الضعف برضه. يبقى يهمني تعرف في المعلومات دي ان فتوحات بلاد المشرق اعتمدنا فيها، العباسيين اعتمدوا فيها على الفرس خصوصا ابو مسلم الخراساني. طيب يا مستر هتكلمني عن ايه؟ تعالى اكلمك عن فتوحات بلاد السند والهند. لو انت فاكر ان احنا اتكلمنا قبل كده ان الامويين وصلوا لبلاد السند وهي مدخل لشبه القاره الهنديه، لكن هنا اهو في القرن الرابع الهجري في عهد العباسيين تم الفتح مره اخرى على يد الدوله الغزونيه والدوله الغوريه، ودي دول كانت تابعه للدوله العباسيه. يبقى خد بالك بلاد الهند والسند. تعال اتكلم معاك عن فتوحات اسيا الصغرى. مستر مش اسيا الصغرى دي اتكلمنا عليها في الدوله الامويه لما قلنا ادرك معاويه بن ابي سفيان ان الروم هم الخطر؟ نفس الكلام بالظبط في الدوله العباسيه، برضو ادركنا ان الروم هم الخطر. فاكر لما قلت لك الدوله الامويه سيطروا على اقليم الصغور، عملوا القلاع وعملوا الحصون وعملوا نظام الصواف والشواتي؟ هيكمل نفس الكلام في الدوله العباسيه اهو. قوينا اقليم الصغور بالحصون، خرج الخليفه بنفسه للحرب، يعني الخليفه العباسي بنفسه كان بيخرج في حروب الروم. اكتب كده دليل على قوه الحروب، فلما الخليفه بنفسه بيطلع يبقى الدوله قويه، يبقى الحرب قويه. استمرار نظام الصوائف والشواتي، وانا قلت لك ده بيدل ان النظام ده نظام ناجح. ونظام تبادل الاسرى، الاسرى من هنا يتبادلوا مع الاسرى من هنا، وده هنا حل دبلوماسي. طيب اخر حاجه هتكلم معاك فيها فتوحات جزر البحر المتوسط. لازم تعرف ان من اشهر الخلفاء العباسيين اللي فتحوا جزر في البحر المتوسط كان الخليفه هارون الرشيد. وهكلمك عن اول مرحله، هكلمك عن فتح قبرص، ودي كانت على يد الخليفه هارون الرشيد. راح فتح قبرص وعقد صلح معاهم، صلح يبقى فيه جزيه، من فضلك اكتب دفعوا الجزيه. لكن للاسف بعد ما تم فتح قبرص الروم حرضوا بتوع قبرص فنقضوا العهد، فراح هارون الرشيد راح فتحها مره تاني واخد شويه من اهل قبرص عايشهم معاه في الدوله الاسلاميه ورجعهم تاني. ليه؟ عشان يشوفوا الدوله الاسلاميه والعظمه بتاعتها. يبقى ده اسمه يا جماعه حل استراتيجي دبلوماسي. يبقى خد بالك قبرص اتفتحت على مرتين، المره الاولى تسيطر عليها من هارون الرشيد، المره الثانيه نقضوا العهد ففتحها برضه هارون الرشيد. اخر حاجه هتكلم عليك المرحله الثانيه، فتح صقليه على يد دوله اسمها دوله الاغالبه، ودي من الدول المستقله التابعه للدوله العباسيه. لازم تعرف ان دوله الاغالبه تمت برضا من الدوله العباسيه. يعني ايه برضا؟ يعني الدوله العباسيه كانت راضيه عن دوله الاغالبه، اذا الدوله بتاعت الاغالبه كانت تابعه، وده بيدل ان الدوله العباسيه كانت قويه.
ولازم تعرف اني اهو تم فتح صقلية على يد اسد بن فرات. يبقى خد بال حضرتك، انا بكلمك هنا عن الدولة العباسية. زي ما انت شايف كده الموضوع بسيط جدا جدا جدا. ده كده يا سيدي كل شرح المنهج بتاعنا من اول كلمه لاخر كلمه بالنواتج والتربيطات بتاعته. وبكده يا سيدي اقدر اقول لك الحمد لله على السلامه، انت خلصت مراجعه المنهج كله. انا عارف انها قد تكون المراجعه طويله شويه، بس صدقني يعني انا حاولت قدر الامكان اقتصد بس من غير ما اوقع معلومات علميه. ده كده الجزء بتاعنا الخاص بالشرح كل حاجه، وباذن الله خلال يومين هينزل لك برضو زي ما انا قلت في المقدمه، هينزل لك مجموعه من الاسئله قويه جدا جدا جدا. بس طبعا الاهم 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 الجزء بتاع الشرح. انا مش مسامحك لو ما سبتش كومنت جميل، مش مسامحك لو ما دعيتناش من قلبك، مش مسامحك لو انت مش عامل سبسكرايب للقناه، عشان ده هيفرق معاك كتير جدا في سنه ثالثه سواء انت كنت علمي او ادبي، لان احنا هنكون معاكم في ماده التربيه الوطنيه وهننزل لك حاجات فيها كتير، وهنكون معاكم طبعا في التاريخ لو انت مكمل معانا ادبي. مش مسامحك لو ما شيرتش الفيديو مع اصحابك، بشكرك جدا جدا. ومش مسامحك لو ما شفتش المقدمه، بشكرك جدا جدا. وما تنساش تشوف المقدمه، وباي باي.